بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على أن أولانا من كثير من الهبات والنعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا اللقاء المبارك وفي هذا الجمع المبارك. ونسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. إذا نشكر جميع الحضور على تلبيتهم لدعوتنا، كما نشكر دار الثقافة الحسن بمديرها وطاقمها الإداري والخدمات على تنسيقهم مع جمعيتنا لتهيئة هذا الفضاء العلمي والثقافي لإحياء هذه المناسبة. إن خير ما نفتتح به هذه الجلسة المباركة آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا أحد الطلبة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أوامر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. والآن يتقدم الأستاذ محمد بن غيث رئيس جمعية القلم لإلقاء كلمة افتتاحية. يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وقل ربي زدني علما. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فوالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: العلم قبسة من نور الله، وقد خلق الله النور كشافا مبصرا ولادا للحرارة والقوة، وجعل العلم مثله وضاحا للخير فضاحا للشر، يولد في النفوس حرارة وفي الرؤوس شهامة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن العلم سلاح ذو حدين، فلننظر أي الحدين نختار. وأن التعليم هو أداة لصناعة الأجيال، فمن أراد أن ينظر إلى المستقبل فلينظر إلى التعليم. إنه إذا صلح التعليم صلح المجتمع، وإذا فسد التعليم فسد المجتمع. إن أهم
مهنة يمارسها المرء هي مهنة التعليم، حيث جاء في الأثر أن أهم ما في الخلق هو الإنسان، وأن أهم ما في الإنسان فؤاده، والمعلم مشتغل بتهذيبه وتنقيته وتربيته. إن التعليم بدون تربية كالجسد بلا روح. إن سعادة المجتمع في الجمع بين التربية والتعليم. إن جمعية القلم التي تعمل في هذا المجال فإنه يسرها أن تنظم وبالتنسيق مع دار الثقافة هذه المحاضرات، مساهمة منها في إحياء مناسبة يوم العلم الذي يصادف ذكرى وفاة شيخنا عبد الحميد بن باديس، رائد العلماء والمصلحين في بلادنا. ويسرها أن ترحب بالأساتذة المحاضرين الكرام الذين لبوا دعوتها وجميع الحضور الكريم. ويسرها أن تقدم جزيل الشكر إلى دار الثقافة ممثلة في مديرها وموظفيها وعمالها على فسح المجال وتقديم المساعدة اللازمة. والشكر موصول إلى كل من قدم مساعدة للجمعية. وأتمنى للأساتذة المحاضرين حسن الإلقاء ومنا حسن الإصغاء. ونضيف نقول أننا سعداء لأننا في يوم العلم، ولأن سعيدا فينا دكتور سعيد عيادي، وأتمنى أن يكون سعيدا فينا ونحن في عيد العلم، لأننا كثير الأعياد الدكتور عيادي معا، وأتمنى أن تكون أيامنا كلها أعياد. وبارك الله بكم. شكرا لرئيس جمعية القلم على هذه الكلمة. إذا تخليدا لذكرى وفاة الشيخ العلامة رائد النهضة الجزائرية عبد الحميد بن باديس الذي يصادف 16 من أبريل، وللسنة 3 على التوالي تحيي جمعية القلم للدعم المدرسي والنحو الأمية مناسبة يوم العلم بتنظيم 3 محاضرات. المحاضرة الأولى بعنوان التعليم في الجزائر من 1830 إلى 1962 من إلقاء الدكتور سعيد عيادي. المحاضرة الثانية ستكون يوم غد إن شاء الله، عنوانها أزمة التعليم في العالم الإسلامي من إلقاء الدكتور يونس الصوالحي. والمحاضرة الثالثة عنوانها هجرة الأدمغة من إلقاء الدكتور أحمد السوم. إذن واليوم يحضر معنا الدكتور سعيد عيادي لإلقاء المحاضرة الأولى، فنشكرك على تلبيتك لدعوتنا وحضورك معنا. إذن الأستاذ سعيد عيادي أستاذ محاضر ألف، يعني دكتوراه دولة في علم الاجتماع المعرفة، قسم علم الاجتماع والديموغرافيا، صاحب حصة عود على فكرة في الإذاعة الثقافية، عضو اللجنة الوطنية من مناهج التعليم التحضيري سابقا، صحفي متعاون مع بعض الصحف الوطنية، يدير فرقتين للبحث بجامعة البليدة وفرقة بجامعة سطيف، رئيس دائرة النشاطات الثقافية بولاية الجزائر من 2007 إلى 2001 إلى 2007. أصدر لحد الآن 5 مؤلفات، منتج إعلامي في مؤسسة البراق، أنتج حصتان لقناة القرآن الكريم وهي القناة الخامسة الوطنية. الحصة الأولى عنوانها قالوا عن رسول الله، والحصة الثانية معجم العلماء ومنجم الحكماء. إذا بدون إطالة أترك الكلمة لأستاذنا الكريم لإلقاء المحاضرة الأولى، فليتقدم مشكورا.
الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بدور أيضا أقدم جزيل تشكراتي للإخوة القائمين على هذه الجمعية الثقافية الطيبة، جمعية القلم، وكذا للإخوة الكرام السائرين على إدارة هذا المركز الثقافي حسن الحسني. دون أن نطيل الكلام كثيرا في هذه التقديمات، نتقدم مباشرة إلى الموضوع الذي سنخوض في بعض جنباته، لأن جنبات هذا الموضوع كثيرة وشاسعة ومعقدة، ولعلني أرى نفسي ملزما وأنا هنا في مدينة مدية أنني وأنا أتكلم عن البداية الأولى لحركة التعليم في الجزائر أن أبدأ هنا من مدية بالضبط. ستشهد أو من ضمن النقاط الحاسمة في تاريخ الجزائر والتي فتحت الأبواب أمام الصراع حاد بين السلطات الاستعمارية الفرنسية والجزائريين الذين كانوا يتمسكون بمؤسساتهم التعليمية، الأمر الخطير الذي انطلق هنا في مدية بالضبط في 1850. أرسلت الإدارة الاستعمارية الفرنسية أحد كبار ضباط الاستعلامات في جهاز المخابرات الفرنسي، ويسمى فيليب غريار. كان يتقن إتقانا جيدا المذهب المالكي، اللغة العربية، أنساب العرب، قبائل العرب، اللغات التي يتحدث بها أهل الجزائر. فحول من فرنسا مباشرة إلى هنا، إلى مدينة ميديا. ولهذا لما ندخل إلى الأرشيف العسكري الفرنسي سنجد تقريره ما زال قائما إلى الآن، والذي سماه تقرير عام عن حالة التعليم في الجزائر. وبالتالي أصدر تقريره الشهير وقدمه إلى السلطات العسكرية الفرنسية، ومن ضمن ما اقترحه وهو مقيم هنا القيام مباشرة بقتل أو نفي العلماء والفقهاء والمشايخ وتشريد صفوف الجندوز باللغة التركية. وذاك الشخص الذي يذهب إلى شيء ما يطلبه فلا يغادره إلا بعد أن يحصل غايته، فسمي طالب العلم في الجزائر بالجندوز. وتعلمون أن في الكلمات التركية وزاد في النهاية هي من مصادر الكلمات في اللغة التركية. ولهذا دل هذا المشروع على وجود أشياء ستنبئ بوجود خطر كبير يداهم الجزائر، وهي البداية الأولى. إذن الميديا آنذاك كانت قد أعطت ولاء كبير للأمير عبد القادر الجزائري، والأمير عبد القادر الجزائري كما تعلمون كان قد نظم المسألة التعليمية في ذلك الوقت من عدة نواحي. من ناحية المؤسسة، تكليفه المباشر للشيخ بن التومي والشيخ مولود بن عراش بالإشراف على مؤسسات التربية والتعليم في الجزائر والقيام عليها حتى لا تتعرض إلى هذه المخاطر. المسألة الثانية، قيامه مباشرة بتوفير الوسائل البيداغوجية والتعليمية لكل المؤسسات التعليمية المتواجدة في الجزائر. ومن ضمن المناطق التي اختارها الأمير عبد القادر هنا في المناطق الشمالية اختار ميديا، وأعود من جديد إلى ميديا، واختار منطقة ترونا بأعالي منطقة الصدوق ببلاد القبائل. فكانت هاتان النقطتان من أكبر النقاط توفر في تاريخ الجزائر على مصادر تعليمية، على الكتب والمخطوطات وما إلى ذلك. ولكن الفاجعة قد حلت بطريقة مروعة في 1847. أنا لست مؤرخ، أتحدث عن أشياء نفهم بها واقعنا الحالي. في 1847 قامت السلطات العسكرية الفرنسية بإرسال 3 أشخاص على دراية كاملة بمكونات المجتمع الجزائري، وحولوا ثلاثتهم إلى مدينة مدينة. الأول يقال له بريسيني، الثاني يقال له لو بارون دو سلان، وكان من نبلاء فرنسا، وهو الوحيد إلى يومنا هذا الذي ترجم تاريخ ابن خلدون من الجزء الأول إلى الجزء 14 ولديه إحالات أولية. ثم زاد الإحالات الإضافية الفرنسي الآخر إيف مونتي، والشخص الثالث الذي أرسل اسمه بير بروجير.
تم الاستيلاء على مكتبة الأمير عبد القادر التي كانت موجودة في منطقة زمالة، وظلوا يضعون لها التربيد ما نسميه الآن باللغة الفرنسية المنقولة إلى العربية الارشيفيزاسيون، تسمى باللغة العربية التربيد. ربدوا كل ما وجدوه، اسمعوني منها، ظلوا مدة 3 أشهر كاملة وهم يربدون وينقلون ما وجدوه هنا من زخم هذه المنتجات العلمية والتعليمية الكبيرة جدا، وحولت. وأنا الآن أقول بالك يكون في القاعة واحد عنده معرفة شوية فرنسا نطمعوا فيه شوية. إلى الآن يا جماعة ما تم سرقته من ميديا 1847 ما زال على تمامه وكماله وبكمال صفاته وتفصيلاته موجود في 10 أرونديسمون في باريس في مكان يسمى بيبليوتيك شانزي. اللي عنده معرفة يسلك الجيري يروح لنا البيبليوتيك شانزي 10 أرونديسمون يلقى آلاف مؤلفة من تقارير ونشريات وكتب ومخطوطات وتفاصيل عن المؤسسات التعليمية التي أعدها هذا الثلاثي الخطير، والذين لم يغادروا الجزائر وظلوا مقيمين هنا ويقدمون استشارة قوية جدا للسلطات العسكرية. هذه المعلومات ستؤدي بنا إلى العودة نوعا ما إلى القليل، لأننا نقول بأن الجزائر لم تبدأ في 1830. الجزائر في 1830 تعرضت إلى ضربة قوية. هذه الضربة القوية جعلتها تترنح، وبالتالي وقفت قوية ومنعت السلطات الفرنسية من أن تنفذ مشروعها بسرعة. ولهذا السلطات الفرنسية خاصة مع دوبورمون، فلما نرجع إلى وثائق دوبورمون وبولينياك نجد هذا الثنائي العسكري الخطير جدا اتخذ بالمثنى قرارا عند دخولهما إلى مدينة الجزائر، وهو المسارعة بتدمير المدارس وليس المساجد. ولهذا حتى نضع المعلومات في سياقها التاريخية، المساجد أو تدمير المساجد جاء لاحقا وتابعا على تدمير المدارس. ولهذا لما نرجع إلى كتاب ألبير جيفولكس وهو فرنسي آخر كان من الذين شاركوا في هذه الحملة الخرابية، لديه تقرير دقيق جدا سماه واقع المؤسسات التعليمية في الجزائر من 1830 إلى 1872 لأنها مرتبطة بمشكل آخر، وهو الخراب الذي مس المؤسسات التعليمية العربية في منطقة القبائل، والتي حولت عن آخرها دون أن يتركوا أي وثيقة واحدة بالعربية وبالأمازيغية إلى فرنسا. والسيدة التي قامت بالعملية التخريبية لمدارس بلاد القبائل يقول لها السيدة مارغريت الفرنسيو، والتي لديها كتاب بالفرنسية لانسيريكسيون دي 1871 والتي تتكلم فيه بتفاصيل دقيقة عن الكيفية التي تم اعتمادها لتفكيك وتدمير مدارس بلاد القبائل، خاصة التي كانت لديها عمق أثناء العلاقة التي كانت تربط بين أهل بلاد القبائل في الجزائر وبلاد الأندلس. ولهذا ما زلنا إلى يومنا هذا في بلاد القبائل. للأسف وقع الآن التحريف، يجب أن نصحح التحريف. لما نذهب إلى بلاد القبائل نجد الشيوخ والعجائز وبعض الشبان والشباب يتمسحون على جدران ما يسمونه الآن سيدي وذريس، بينما هو سيد أحمد بن إدريس البيجائي شيخ ابن خلدون. عبد الرحمن بن خلدون لما دخل مدينة بيجاية ذهب إلى مدينة أنثوغليس وهي المدارس العلمية في بلاد القبائل، وكانت لديها علاقات قوية جدا بمدارس تلمسان، خاصة المدرسة المضمرية والمدرسة التشفينية ومدرسة العباد. فذهبت فرنسا مباشرة إلى تفكيكها، وبالتالي أول مدرسة ركزوا عليها مدرسة سيدي عبد الحق الإشبيلي القاضي الشهير، ثم مروا مباشرة إلى المدرسة الشهيرة التي أنجبت لنا سيدي عبد الرحمن الوغليسي صاحب المنظومة الوغليسية، فصدروا كل ما وجدوا هناك، ثم بثوا لنا أمرا خطيرا ما زلنا نعاني منه إلى يومنا هذا، وهو توجه الدوق الفرنسي فرانسوا دو دالماتي. فرانسوا دو دالماتي سيتان دوك جاء إلى الجزائر وجلب معه عقيد من أشرس عقداء فرنسا ويقال له ألكسندر دوما.
ألكسندر دوما، وماذا بينا تقرأوا كتبه لأنه من إحدى المؤلفات تاعو يتكلم عن حالة التعليم في الجزائر، ولديه أيضا كتاب نفيس جدا لو زهراء في حوالي 1000 صفحة، الصحراء. وأنا أود أن أنتقل إلى الصحراء باش ما نطولش فيها. ركز كثيرا جدا على منطقة أفلو وجبل العمور، وكي يقولوا أفلو وجبل العمور نرجع إلى الحيرة التي تنتابنا الآن في عالم عربي لا يعرف من هو، وفي عرب لا يعرفون ما يراد بهم في هذه الفتنة التي نعيشها من المحيط إلى الخليج. فالشرارة انطلقت أول ما انطلقت في مدينة سيدي بوزيد. أنا ما سمعت لا في قناة جزائرية ولا في قناة أجنبية أحدا قال لنا إن مدينة سيدي بوزيد أسسها البوازيد الذين جدهم الأكبر سيدي بوزيد الفاضل دفين مدينة أفلو، وما زالت مقبرته إلى الآن. ولأن الأمير عبد القادر كان رجل يمتلك المروءة، فحينما كان يسقط له الشهداء في المعارك ضد الفرنسيين خاصة في مناطق تيهيرت والأغواط، وخاصة معركة 1852 الشهيرة، نجد جثامين شهداء الأمير عبد القادر كلها مدفونة بجوار ضريح سيدي أبو مدين دفين مدينة أفلو. ذريتهم الذين تنقلوا أولا إلى مدينة قسطيلة وسموها قسطيلة وتسمى الآن قسطين، وذهب خاصة علماء من واحد العامل ببسكر، ثم انتقلوا ثانية وأسسوا مدينة ثانية فحاولوا أن يذكروا فيها جدهم الفاضل دفين مدينة أفلو سيدي بوزيد. فلربما الذين أثاروا الفتنة في سيدي بوزيد أرادوا أن يرسلوا لنا مشفرات قائلين إنكم أنتم أهل الجزائر أسستم مدارس تعليمية قوية جدا ساهمت في تغيير وضع العالم العربي والإسلامي، ولكنكم الآن لا تتمكنون من معرفة هذه الجذور التاريخية التي جعلت أجدادكم وآباؤكم ينتقلون إلى تونس ويؤسسون هذه المدينة العامرة سيدي بوزيد. فوجب اليوم أن نتكلم بأن سيدي بوزيد كان من كبار المعلمين الذين كانت لديهم مدارس علمية قوية جدا، وهي الآن منتشرة بكثرة. نذهب إلى المستغاني نجد مدرسة سيدي بوزيد في أفلو، مدرسة سيدي بوزيد في بيسكرة سيدي بوزيد. ولكن حينما نرجع إلى هذا الأصول نجد أنفسنا الآن في حيرة كبيرة، والحيرة كبيرة جدا عند هؤلاء الخبراء الذين تعينهم الدولة الجزائرية لبناء المناهج التعليمية، لكنها سرعان ما تسقط في الماء لأنها برامج تعليمية لا تمتلك بعد ثقافي. وحينما ندخل إلى فرنسا ونجد الفهم الفرنسي للبرامج التعليمية نجد أن أخصائيين فرنسيين كثر من الذين عاشوا أو أصولهم من الجزائر يتكلمون ويذكرون النموذج الجزائري، وعلى رأسهم يعني دون أن نخفي الحقيقة أننا اليوم نتعامل مع مقاربات تمس التعليم في الجزائر أتي بها إلى الجزائر لكنها مقطوعة عن الإطار الثقافي وخاصة الأنتروبو تعليمي للمؤسسة التعليمية في الجزائر. فها نحن الآن نشهد رسميا تراجع عن هذا البرنامج، ولكن إلى أين؟ إلى تيه جديد. ولهذا لما نرجع إلى كتاب فيفيان إسامبار جاماتي، وقد عاشت في الجزائر وعلمت في الجزائر واختلطت بالجزائر، لديها كتاب شهير تسميه كريز دو لانسينيمون كريز دو لا سوسيتي، أزمة التعليم هي أزمة المجتمع، وأشار بالأصبع إلى الجزائر وقال ها هي الجزائر تاريخيا تتخبط لأنها أرادت أن تبني النظام التعليمي تقص جناحي الطيران عن ماضيها، وخاصة أن الفرنسيين يعرفون جيدا ما حدث في التفاعلات التاريخية، لأنه مهما الذي حصل في الجزائر، مهما النكد الذي حصل، ظلت نخبة من الجزائريين تعرف بأن أي تحول أي استرجاع أي بناء للهوية الوطنية الجزائرية يجب أن يتم على مستوى المدرسة. ولأن الآن المدرسة فشلت في أن تسترجع هذه الهوية التاريخية للجزائري، فإن المتعلمين في مدارس الجزائر لا يتعلمون فيها إلا وهم يخرجون يلعنون تاريخهم وأجدادهم، بل ورأينا بعض منهم يتبولون فوق قبر سيدي عبد الرحمن الثعالب، وهو كان من كبار المعلمين في هذا المجتمع. وقليل من الجزائريين من يحرج نفسه ليقول يجب أن ننتبه نحن كجزائريين
يبين أن اليهود الجزائر لا يستحون حينما يقولون إن أحبارنا الكبار كانوا يأتون إلى مدينة الجزائر، وخاصة الحبر اليهودي الكبير موسى أحسدا يأتي إلى مدينة الجزائر ويطلب علما من سيدي عبد الرحمن ثعلبي باللغة العبرية اليديشية التي كان يتكلم بها يهود الجزائر. إذا ما بال نظامنا التعليمي الآن، ما بال مؤسساتنا الثقافية لا تجعلنا نامين إلى أن نستعيد ميراث أجدادنا أنهم كانوا في تعليماتهم يذكرون امتنانهم وقوتهم في القبض على هذه اللغات ومن ضمنها اللغة اليديشية اليهودية. وبالتالي ماذا صرنا نرى اليوم؟ نرى في الأبحاث الرسمية في الدراسات موجة كبيرة لإعادة تقديم تاريخ بديل. أنا لا أقول اكتشفوا المستحيل، أقول ما هو واقع الآن. نقف أمام محول محير في البرنامجية، يعني الكوتي الإبستيمولوجي البرنامجية أو الجانب التعليمي أو التعليمية في البرامج الرسمية في الجزائر، فنجد خراب كبير في البنية المتعلقة بتدريس التاريخ. فكأننا نقول إما القوم يجهلون ما جرى في هذا الوطن، إما أنهم يعرفون ما جرى في الوطن ويغطون لأغراض ما. حتى لا أفاجئ الجميع، توجد الآن أو يوجد مركز دراسات يقوده احنا لازم نسميه بالاسماء بطبيعتها، يقوده يهود الجزائر وعلى راسهم خبير التعليم جي فلوس ميشيل قطورزا، ولد في قرية 14 حمالي بناء حروية بالجزائر، ويشرف عليهم البيداغوجي الفرنسي الكبير حاليا من مدينة الجزائر، يعني من يهود مدينة الجزائر آلان بنطولينا. والله يا جماعة الآن انتهوا من إعادة كتابة تاريخ الجزائر بالصيغة اليهودية. إذا ما جدوى أننا نتكلم عن تعليم ونحن نجهل ما يراد بهذا البرنامج. تلاميذنا يقرؤون تاريخنا رسميا لا يؤدي أي دور. مقابل ذلك جيفلوس ميشيل قطورزا وأنا بنطولينا انتهوا، ما نقولش بداوا، انتهوا من كتابة تاريخ تعليمي للذي يريد أن يتعلم. وأنتم تعلمون كم يشغف الجزائري القراءة باللغة الفرنسية، فيقعون في مصيدة هذه الجماعة الجزائرية من الأصول اليهودية التي تقدم لنا تقرير. وأنا من ضمن ما قرأت فصول متعلقة بغزوة شارلوكا إلى الجزائر في 1541. والله يبارك لي شيبت لي راسي، يعني حقائق يريدونها داخلها. والله يا جماعة أمر عجيب. يتكلمون في الكتاب عن الباهية وهرم، يقول لك ها هم يسمونها الباهية وهرم ليس لأنها جميلة، هذه مدينة متسخة. يقول سميت الباهية وهرم تقديسا وامتنانا بهذا المعلم الكبير الباهية بن باقودة. لماذا لا نعرف نحن هذا التاريخ حتى يقرأه علينا في برامج تعليمية؟ هؤلاء الذين الآن يقولبون التاريخ ويزرعون في هذا الجيل الشك في أصوله. وبالتالي أنتم تعرفون بأنه كان يتكلم اللغة العربية، مؤلفاته كلها باللغة العربية، وكان يحب منهج الإمام الغزالي. ومن أشهر كتبه التي قرأها علماء الجزائر وعلماء اليهود ما زالت إلى الآن تدرس في ليزيكول رابينيك دو باري، يقال له علم فرائض القلوب. ولهذا لما توفي هي الآن وهرم إلى الآن تسمي نفسها الباهية بن باقودة. أسأل أهل وهرم يقول لك لأن المدينة جميلة، هذا يدل على غياب وعي. إذا المدرسة لا تلعب دور. فرنسا لهذا خططت مشروعها ووصلت إلى الهدف بسرعة كبيرة جدا. ولهذا ألبير ديفورس في الكتاب الذي أشار إليه قال في السنوات الأولى لاحتلال الجزائر تمكنا من تدمير ديموليسيون، تدمير 3000 مدرسة في مدينة الجزائر وحدها. لا فيل دالجي سيلمون 3000 يا عباد ربي، يعني من الدخول إلى 1872 طوروها أرضا. لما شوفوا واحد مكنوا من تدمير المدارس مشوا إلى الطور الثاني وهو تدمير المساجد. تدمير المساجد أتى لاحقا على تدمير المدارس. ولهذا لما نرجع بتفاصيل أمورنا نروح إلى دولة المغرب الشقيق ونبدأ ندرس ونبحث في المغرب. لحد الآن يعتبر من رؤوس التفكير البيداغوجي في المدارس المغربية إلى الآن أقول شيخ اسمه عبد العزيز بن براهيم التلمساني الجزائري، وهذا توفي في 1925. ما زال إلى الآن البرامج التي وضعها خاصة في مجال التاريخ بناء البرامج معتمدة كفلسفة لبناء البرامج التعليمية ويذكرونه في كل مرة. لما نرجع إلى الجزائر لا نجد أي إشارة إليه.
يجب الآن الاستعادة. لماذا التفريط في استعادة الجزائريين الذين مارسوا بين أيدينا؟ لأن المدرسة لم تكون فينا هذه الهوية التاريخية التي تجعلني أعيد فكر الجزائريين الذين نضطر نمشي إلى سوريا الآن. المنظر الكبير في سوريا للبرامج التعليمية محمد شتا 200 سنة، هاجر آباؤه وأجداده في هجرة 1888 لما بدات فرنسا، لما رسلوا كافينياك العدو اللدود، لأننا لازم نقولوا حقائق مخفية علينا. الجامع الكبير تاع تلمسان ما يحبوش يجرحونا. المنارة تاعو تحطمت في 1833. يفون نقولوا لا فينيتي. كي نعرفوا والله المسجد بني في 790 وما زال يصمت في وجه التاريخ. تعرض لضربة قاتلة، أراد كافينياك أن ينسف المسجد في ساحة المشور، وبالتالي جيوش الأمير وقوات الأمير عبد القادر منعته، ولكنه تمكن في نهاية المطاف من تحطيم صومعة الجامع الكبير، فأعاد الجزائريون بناءه من جديد على الشكل الذي نراه الآن نحن. وبالتالي تحطم في 1833، ولهذا يجب أن ننتبه. وبالتالي لما نعود نقول أن الفترة الأولى للتعليم في الجزائر كانت منظمة عبر المؤسسة، عبر الأدوات وعبر الوسائل، عن طريق الدور الكبير الذي لعبه الأمير عبد القادر الجزائري. ولكنني نحن الآن لما نأتي نأسف شديد الأسف أن البرامج الرسمية الجزائرية لا تمكننا من معرفة الجوانب الفكرية والتعليمية للأمير عبد القادر الجزائري، والذي جعلته رائدا بحق. يصور الأمير عبد القادر فقط كأنه قائد عسكري، وهذا أمر مروع وأمر يهين الأمير عبد القادر أكثر مما يعطيه الرمزية الحقيقية. الأمير عبد القادر كان عالما، كان فقيها، كان متمرسا بتاريخ الاتجاهات، تنقل في بلاد شتى، ذهب إلى تركيا، إلى سوريا، إلى فلسطين، تنقل في بلدان عديدة، تنقل بعلماء كبار. فلما دخل إلى معسكر طلب منه أعيان معسكر أن يقود الدولة الجزائرية فأبى. قال أنا هيأتني الظروف كي أقود المجتمع الجزائري علميا فقهيا تعليميا، لأنني أعرف بأن هذا الجانب أساسي. وبالتالي عاد إليه والده فأرغمه والده بقبول منصب الدولة، فاستحى من والده، فقال لوالده أقبل أمر قيادة الدولة السياسية، لكن بشرط. قال له وما شرطك يا ابني؟ قال أن تقبلوا بتأسيس مجلس 17. هل نقرأ الآن في البرنامج الرسمي مجلس 17 كي نعرف تاريخهم؟ لا. إذن يا إما أن القوم يجهلون، يا إما أن القوم يعرفون ويتعمدون إخفاء الحقيقة حتى ننشأ كجزائريين لا نمتلك هذه الهوية. حينما لا نمتلك هذه الهوية ماذا يحصل؟ يحصل ميلاد نخبة جزائرية نجد من بينها كاتب ياسين الذي يقول لنا لا لانغ فرونسيز est un butin de guerre. وهذه خطيرة جدا، لأننا لما نرجع إلى الكتابات القديمة نجد أن الجنرال الإنجليزي دافيد سكوت في مذكراته يقول كان أهل الجزائر يتكلمون لغات أوروبا لأنهم كانوا منفتحين عليها، ويقول لقد جلست بنفسي مع الأمير عبد القادر الجزائري في خيمة واحدة فوجدته يتقن اللغة الإسبانية بسلاسة كبيرة جدا. النظام التعليمي الرسمي لماذا لا يقول لنا هكذا؟ لماذا يقول بأن هذا الرجل ها هي صفاته؟ ويقول لنا حينما قبلوا بذلك فإنه أسس في مدن الجزائر ووضع قادة كبار، وهنا في مليانة دار الشيخ البركاني كان من ضمن 17. أمشي نكلم دي يوسف يقول شكون البركاني وكنعرف قبة البركاني، بصح شكون البركاني؟ يعني نقدر نعرف 5% 10%، لكن الغالبية تجهل. نروح نمشيو برك نخرجوا من ديار فار مليانة، كي نعودوا داخلين نخرجوا من جهة كيسموها الحسينية ونجو طالعين باش ندخلوا الخميس مليانة. عندنا البرونشمون اللي نلقاو فيها مكتوب اون فلاش بالعيان. أنا أتساءل كجزائري أن أضع اسم شخصية تاريخية يجهلها أهل البلد، هذا عبث وهذا إهانة لإيلي بن علام أكثر من إثارة لاسمه. وبالتالي الآن كل الجزائريون الذين يمرون شرقا يمرون علينا في اسمها اتجاه بن علام. لكن من هو بن علام؟ كان من أقرب مقربين الأمير عبد القادر الجزائري، كان عالما، كان صاحب تأليف، كان صاحب رحلات، كان صاحب تنقلات، سار شرقا وغربا. ولما أحس بأننا جايكم من ديار ومليانة واشترى بهم، لما أحس بن علام بأن الأمير عبد القادر الجزائري ليس بمقدوره أن يقيم خطا تحت
صينيا لمنع الخطة التي كان يقودها المارشال دوجو والكولونيل طومبور. فهذا الثنائي قرر في دفعة واحدة أن يحتل في خط واحد مدية ومليانة. أعلن بن عداد ممثل الأمير عبد القادر الجزائري على أن الشخصية العلمية التي قررت ترك المدارس وسحب معه 7000 متعلم، وأعلن الجهاد مع القوات الفرنسية، واستشهد رسميا يوم 11/11/1843. فلما قتله الفرنسيون سحبوه بالخيالة من الموقع لمدخل مدينة مليانة، سحبوه بالخيالة إلى غاية مدينة قليعة فرموه هناك. والمذكرات الفرنسية تقول حينما رمي هناك تبول عليه الخيال الفرنسيون وقالوا لتأتي الكلاب تأكل هذا الكلب. إذا نحن الآن نتعامل مع هؤلاء بمنطقة الكلب، كأننا سمينا منطقة على كلب. لا أحد يعرف هذا الشخص ولا يعرف بأنه كان عالما علامة فقيها مؤلفا مدرسا سير المدارس، حتى نعرف ما هي حاجتنا الآن لنفهم فعلا الأزمة التي تعيشها المدرسة الجزائرية. أزمة المدرسة الجزائرية فيها عدة اتجاه. إذا حاولنا أن نفهمها إبستيميا نقول أكبر المشاكل التي تعانيها الجزائر قبل أن نذهب إلى البعد الإبستيمي للوحدات هي الزمنية القياسية للبرنامج. ولذلك كلكم تلاحظون كيف يتلاعبون بالأحجام الساعية للبرنامج. تلاعب الأحجام الساعية للبرنامج يقلل من الكاباسيتي مونطال تاع التلميذ، وبالتالي طلبة كاع هايمين من روضة الأطفال إلى الجامعة. وهذا لم يأتي عبثا هكذا، لأن وضع البرامج ذو السياق ثقافي تاريخي يهلكنا هلاكا كبيرا جدا. ولهذا لما أنا أرى بن علال أعرف بن علال قبل أن يكون قائدا عسكريا فضل القتال على التعليم وقيادة المدارس، أن أعرف بما ساهم في تاريخ النظام التعليمي الجزائري. حينما أعرف كذا سنأتي إلى مرحلة أشد أخرى. في عشرينيات القرن الماضي كانت الجزائر تعرف آنذاك بروز شيخين الجليلين حاول أن يقوم بالدور الكبير الذي كان يقوم به الأمير عبد القادر الجزائري، وهو القيام مرة أخرى بهذا الدور التعليمي الكبير. أنا أجزم وأتمنى أنني لا أكون صادقا، أجزم أن الجزائر تنساهما 100%. كان يذكرهم عبد الرحمن الجلالي الله يرحمه بأسيدنا كي يذكرهم الشيخ مصطفى الوردة، الشيخ عبد الرحمن بوغندورة فصل إفاصل. علاش أنا نمحيو في المصادر التاريخية للسجن التاريخ النظام التعليمي في الجزائر؟ إذا كاين إما جهل وهو أمر فظيع، إما علم ونغطي ما نعلم بنية سيئة. هذا يعني أننا لا نقبل بأن تبقى الجزائر على صورتها التاريخية، وهذا يستدعي بنا في هذا المحفل أن نصرخ ونقول يا جماعة يجب أن نستعيد الهوية، لأننا إن لم نستعيد الهوية هناك من ينتظر خلف الجدار كي يحل مكاننا ويقول هؤلاء كذا بطردوهم، نحن أصحاب الهوية. ها هنا نحن الآن. أنا والله مؤخرا تأسفت شديد الأسف وقلت الوزارة غائبة، أهل النخوة غائبين وما إلى ذلك. الآن يوقع مشكل بيننا وبين الصهيونية العالمية. هم ما يعتبروا بأن القطر الجزائري الآن هو أرض مقدسة لهم. أرض مقدسة لهم يعني في حساباتهم يجب استعادتها في أي اتجاه من الاتجاهات. قامت بعض الشخصيات المنتمية لهذه الدولة الصهيونية واتصلوا بأستاذة جزائرية في التاريخ، قالوا له شوف قادروا ما يكتبوا بصح ما كتبوش، يقولوا لنا نصيرة الزرفاوي اكتب لنا كتاب وثبت لنا فيه بأن الكاهنة امرأة يهودية. ففعلت، قالوا نعطوك المرسيدس ونعطوك الفيلا ونشبعوك أورو، بصح بصفتك الجزائرية اكتبي كتاب على حياة الكاهنة وقولي عليها بأنها بطلة يهودية وبأنها فعلا كانت تقود النخوة تاع الشعب الجزائري. فكتبت ففعلت وطبع ونتألم احنا اليوم. هل نقبل لجزائري آخر أن يفعل مثل ما فعلت هذه؟ سنقول ممكن أن يوجد جزائريون وجزائري يتفاعلون ما دام الوضعية هكذا تفتقد إلى هذه الهوية التاريخية. وبالتالي مصطفى الورطة الشيخ عبد الرحمن بوغندورة أقام من جديد مدارس جديدة وأطرها تأطيرا جيدا، وكان المدير القائد لها مباشرة يقال له عبد الحليم بن سماية، وقد رفض الانتماء إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. البعض من الذين يخلقون الفتنة يقولون ما حبش ينتمي خرج المذهب تاعو حنفي. يا جماعة ماشي هكا نفهموا التاريخ تاعنا، المذهب تاعو صح
حنفي، ولكنه إنسان كان يمتلك الفقه على المذاهب الأربعة، وهي من نعم بلاد الجزائر. والحمد لله الشيخ عبد الرحمن الجلالي يقول لك والله أخذت الفقه عن شيخي الشيخ عبد الحليم السماعي. ثم تقوت الحركة لما انتمى إليه شيخ آخر وهو الشيخ محمد بن مرابط، والذي هو كان عضو في جمعية العلماء يخدم كيف مع الشيخ عبد الحليم بن سماية ما حبش يدخل الجمعية، محمد بن مرابط تدخل. ولكن هذا لم يمنع في نهاية المطاف من أن يكون الرجلان جنبا إلى جنب يؤطران هذه الحركة التعليمية. ما الذي سيحصل؟ استنفار عام في فرنسا، وهو السعي من جديد نحو تطوير هذه البؤر الجديدة في التفكير التربوي والتعليمي في الجزائر لأجل تقويضه. فقامت السلطات الفرنسية باعتقالهما ووضع في سجن بربروس حتى توفي. إذا نحن اليوم ننادوا بإعادة الاعتبار لهؤلاء كشخصية تعليمية، على الأقل تقدر نسموا عليهم مدرسة. والله لا شيء انتهوا نهائيا من تاريخ هذا البلد. ولذا لما نرجع إلى هذه الحيثيات نقول ما لم يكن الشخص يمتلك حماسة الانتماء إلى وطنه ومعرفة رموزه التاريخية ما يمكن. حتى نكون نرجعوا الآن كان التعليم ما نسميه لا بيداغوجي ديزاكتيفيتي، بيداغوجية النشاطات. الآن احنا نشوفوا المعينين في المخطوطات والمكتبات وما الى ذلك ما نصيبوا والو. نروح هذا صافي لو كليرك، هذا المصيبه اللي جا للجزائر يترجم لنا كتاب فيما يتعلق بما يسمى ببيداغوجية النشاطات. كتبه واحد العلامة جزائري في وهران في القرن الرابع عشر ميلادي يقال له الشيخ محمد بن شقرون الوهراني، سماه في تربية الأولاد. أقلنا التفاصيل راقية جدا بمنهج بيداغوجي وتحدى ماريا مونتيسوري اللي رانا احنا نتبعوا الآن فيها بكثرة. هذه شكون بابا وشكون جده؟ هذا الأيلولة تعود إلى الشيخ عمر بن محمد الهواري دافن وهران، والذي كان قد تنقل في أمصار كثيرة وترك لنا مؤلفات وترك مخطوطات وتركها، والذي أعاد له الاعتبار بعد وفاته أحد علماء المغرب الذي استوطن الجزائر وقرر البقاء فيها وتسيير مدارسها هو الشيخ إبراهيم التازي، والذي بعد حركته ماذا نشأت مدرسة المجاجة، واللي خرج العلامة الجزائري الكبير سيدي محمد بن علي المجاجي، والذي قتل غدرا مع الفجر. كان ماشي المدرسة تاعو، جاو ناس بعثوهم ناس ذبح. كي تذبح سيدي محمد بن علي المجاجي بكت عليه مدرسة سيدي عبد الرحمن الجزائري في العاصمة، فسار مشيا على الأقدام سيدي السعيد قدورة من مدينة الجزائر إلى دجاجة، وكتب تلك القصيدة التي تبلغ 120 بيت، ولكنها الآن لا معروفة، لست أدري لماذا. يبكي فيها شخص سيدي محمد بن علي المجاجي من كبار علماء الجزائر، ويبكي مقابل ذبحه الخسارة التي لاحقت بنظام التعليم في الجزائر. نشأتنا مدرسة مازونة، وكي نروحوا لمدرسة مازونة نلقاو جهامين طلاب علم وعلماء من سوريا وفلسطين كانوا يدرسوا حتى الكلمة. وكانت بشهادة الشيخ نعيم النعيمي إلى غاية 1615 تمثل مدرسة مازونة لوحدها مخزونا يفوت 100,000 نسخة، 100,000 نسخة. ويقول أنا اسمي نعيم النعيمي أقول لكم لقد عثرت على مخطوطة أصلية من الدرر المكنونة للشيخ المازوني في مدرسة مازونة، وبقيت مختفية إلى غاية وصولها الآن إلى المكتبة الوطنية في الجزائر. وباش نعطيكم معلومة إحصائية، المخطوطات الموجودة الآن رسميا في المكتبة الوطنية في الجزائر عددها ما يفوتش 5,000. إذا نحن أمام حاجة ماسة وقوية جدا إلى أن نستعيد على الأقل التراث التعليمي للمدرسة الجزائرية. أنا أقول هكذا لماذا؟ لأن هناك تأثير تاريخي قوي جدا. لما نتكلم مثلا على المنفرجة للشيخ ابن النحوي، هاو مدفونة هنا في تلمسان، والله في قرية بن الفضل، رحنا لمسيلة في قرية بن الفضل 60 ناس يقولوا له سيدي بن الفضل يا راجل هذا اسمه ابن النحوي. وصارت واحدة المفاجأة، مشينا مرة في إحدى النشاطات مثل هذه في ولاية سكيدة، قبل ما يبدأ النشاط جات فقط إنشاء ثالث أنشودة رائعة جدا للشيخ ابن النحوي الدافن بقرية بن الفضل في المسيلة.
قلنا لهم يا جماعة والله من أروع ما سمعنا هذه الأنشودة رائعة جدا. من الذي قالها حتى نتبرك بها؟ ربيع العداوية. قلت الله يهديك يا أخويا، شنو ربيع العداوية؟ دائما هذا المحكيدية نقرا الذات، هذا اللي قال مسكينة مدفون في قرية بالفضل في المسيلة. علاش العالم الإسلامي كاع عرفوا وكاع يسمعوا وكاع ما كانش يقرا المنفرجة ويقريها، وإحنا أهل البلد ما نعرفوش بأن صاحب المنفرجة هو مات في قرية بالفضل. إذا كاين واحد الإشكال متعلق بهذه الهوية التاريخية، وهو الذي يؤدي بنا وأدى بنا إلى هذا المشكل الحالي. والآن أنا نروح من 1930 ونطلع ونهبط نجو إلى 1963. يعني راح نقولوا نتسائلوا، هل في دولة تحتفظ برصيد تعليمي قوي جدا تريد أن تنشئ إصلاح تعليمي أن تأمر ذلك أو تأمر بإنجاز ذلك عقيد في الجيش؟ محمد السعيد أول من باشر مشروع إصلاح التعليم. القرار الكارثي اللي ارتكبه ما هو؟ ارتكب قرارا تاريخيا خاطئا، وهو منع الجزائريين من دراسة اللغة اللاتينية. نحن الأمازيغية واللغة الأمازيغية ما نقراوهاش. يعني بالمناسبة أحد أكبر العلماء الذين قادوا الدولة الجزائرية يغمو راسم بن زياد ونحترموه في وقته، يعني كانت تلمسان قطب العلم والمعرفة في عالم الإسلام. يجي المديري مليانة تلمسان حتى العياط، جبال العياط مرصد حتى القسنطينة يتنقل. كان يروح الجامع الكبير تاع تلمسان، كل سلطان كل عالم علامة مر بتلمسان إلا ودخل الجامع الكبير وكتب شيئا ثم يذكر اسمه، إلا هو دخل وكتب يسد ربي يغمر بن زياد. إذن كان يعطينا صورة على أن تلك المدينة كانت لديها ثروة قوية جدا. أراد أن يؤمن بأننا نحب العربية، لكن ثراء العربية بثراء اللغات التي جنسته، وبالتالي يستنطربي الله أكبر. ولهذا لما نرجع إلى التفصيل نجد بأن هذا التمرج التاريخي تم تجاوزه فألغيت اللغة اللاتينية. لما ألغيت اللغة اللاتينية ما الذي حصل؟ حرمونا إلى الآن من أن ندرس تراث أجدادنا الذي كتب باللغة اللاتينية. الآن كي نحب نقرأ تاريخ أجدادي باللغة اللاتينية نلقى روحي ملزم يا إما نطلع للفاتيكان، مدرسة الإيمان في الفاتيكان اللي يقودها الأب الكاردينال كازارولي، يا إما نروح لبيروت وندقدق على البيبان تاع جورج رحمة مدير قناة تيلي لوميير اللي تبث المسيحية على قناة أوتبيرغ، باش نقول له سي جورج رحمة من فضلك أنا جزائري حبيت نجي عندك باش تقرأ لي تاريخ جدادي اللي كتبوه باللغة اللاتينية. يقول لي أروح، يا من تركتم هويتكم التاريخية تعالوا أدرسكم مجد أجدادكم فيما كتبوا باللغة اللاتينية. هل هذا قرار صائب أن نمنع من أن نكتسب اللغة الأجنبية؟ ولذا إذا أردتم شوفوا من ضمن الأسباب الكبيرة التي ضرب وطعن فيها مالك بن نبي في العمر كتابته باللغة الفرنسية. كان يكتب ويقول أنا أكتب باللغة الفرنسية لأنني لست نصير للغة الفرنسية، أنا أكتب باللغة الفرنسية لأن كانت لغة يتحدث بها في الجزائر قبل أن نستعمر من قبل الفرنسيين، وأنا أتحدث بها لأنني أريد أن أصنع حضارة لا يمكن أن تتجاوز في حال من الأحوال هذه الفضاءات التي تحيط بنا. وبالتالي حينما أكتب باللغة الفرنسية أكتب بالروح الإسلامية، واعذروني إن فعلت ذلك لأنني أسعى من وراء التعدد إلى جعل الجزائريين إلى اكتساب كل اللغات، لأنه مركز الحضارة مركز التغيير. وبالتالي احنا كي نتعلموا ولا نقراو يلزم ستيلو ابي ولا لازم قلم سيادي. اذا القوم الذين اخترعوا قلم السيادي هم اهل علم ومعرفه، ولا نظن هذا الذي فكر في ان ينتقل من الدوات الى القالب السيادي اللي عنده هذه الكويره الصغيره الدور من الحبر. اذا هؤلاء اقوام لديهم اهتمام بالمدارس والتعليم. حينما أرجع إلى دراسة تاريخ المؤسسات التعليمية في الجزائر واذهبوا معي إلى كتاب أبو عبد الرحمن الصنهاجي الجزائري. الكتاب تاعو تاريخ ملوك بني عبيد وسيارهم، سيذكر لنا بتفصيل كبير أن أهل بلاد بابور وجرجر في بلاد القبائل الذين كانت لديهم علاقات كبيرة ببلاد الأندلس هم أول من اخترع القلم السيادي. ما دام أن هذا القوم اخترعوا القلم السيادي كانوا أهل علم ومعرفة، كانوا ينتجون المعرفة، كانوا يحوزون على لغة الآخرين. فما بالهم الآن حجزونا ضمن لغة عربية، ثم لما حجزونا في اللغة العربية آتوا
ودمروا اللغة العربية تدميرا. وصرنا حينما نأتي إلى الحديث معكم هنا نتحدث باللغة العربية، حينما نخرج من الباب نتكلم الرطانة، وهذه أكبر ضرة تلقتها اللغة العربية. وحينما نعود تاريخيا في تاريخنا الجزائري نجد ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي كان أهل الجزائر يتكلمون لغة عربية قويمة، لغة أمازيغية قويمة، لغة تركية قويمة جدا، بل كان الذكاء الجزائريين آنذاك وصل حد ما طاقه الأتراك، لأن النحو التركي ما فيهش المثنى، النحو التركي لا يوجد فيه مثنى. والجزائر حينما تعرضوا للضغط التركي لفرض اللغة التركية والدخل على اللغة العربية مشاو وتحايلوا مع الأتراك، استعملوا النحو التركي وما استعملوش اللفظ التركي. ولهذا ما زلنا إلى اليوم نقولوا أنتم أرواحوا وما تجاوبوا، نخلطوا المثنى في الجمع باش نقولوا الأتراك نحويا ونقدروا نتعلموا مع الإدارة التركية باش ما نتعلموش اللفظ التركي. عما يدل هذا يدل على أن النظام التعليمي في هذا المجتمع كان قد أتاح للجزائريين على بساطتهم أو على علو هامتهم وقامتهم أن يمتلكوا نواصي اللغات. وبالتالي كيف أمكن لهؤلاء العوام الذين يمتلكون بنية لغة مكتوبة يتحدثون ويغيرون النحو التركي، حتى إذا ما خاطبنا الآن الأتراك يقولون والله إن ما تقولون الصواب، على أن أهل البلد عرفوا كيف يتعاملوا مع بمعنى اختاروا بنية لغة معرفيا ولغويا، ولكنهم ما أرادوا استعمالها من خلال أنهم بنوا جذور مع نظامها التعليمي. وبالتالي لما وقعت القاطعة الآن مع هذا النظام وقع لنا مشكلة الآن في الهوية، وكنت تشوفوا معنا يوميا المشكلة المطروح، لأن لما نتكلم الآن سنتكلم عن تاريخ الحضارة في الجزائر كأنها بنيت مع دخول الإسلام، وهذا يا جماعة خطأ. ما راحش نزوخوا وما راحش نفخروا، حنذكروا حاجات واحد ما يقدر ينفيها في التاريخ. الآن ما نقدرش نقولوا الأمة الألمانية الخائبة، الأمة الألمانية أمة علم وتعليم. وأنا ذكرت لكم في الملخص اللي كتبته والله إلى الآن في جامعة ألمانيا هايدلبرغ، فرانكفورت، ساربروكن، بون، عندهم وحدات تعليم يسمى وحدة تاريخ تعليم، وحدة تاريخ تعليم. في وحدة تاريخ التعليم من ضمن ما يدرسون تاريخ التعليم في الجزائر. ما نصيبش تاريخ التعليم في سوريا، ما نصيبش تاريخ التعليم في مصر، نلقى تاريخ التعليم في الجزائر. حينما يأتون إلى تاريخ التعليم في الجزائر يأتون على هذا المسار التاريخي حتى مما قبل فترة الإسلام، لأن لما دخلت الحضارة الإسلامية ما قطع أهل الجزائر صلتهم الإبداعية فيما قبل تاريخ الإسلام في الجزائر. ولهذا الآن الصورة التعليمية المقدمة لنا في البرامج الرسمية أن لا حضارة في الجزائر إلا حضارة الإسلام. الإسلام أضاف التجربة، لكن هناك تجارب سبقت الإسلام. ولحد الآن الأنثروبولوجيون وعلماء الآثار في العالم والله يجمعون على أنه لا توجد مشارب الأحصنة إلا في الجزائر. عما يدل على أن أهل البلد هذا من ناحية المعمار من ناحية بناء المدن كانوا في حالة رقي كبيرة جدا. للأسف أنا أقول أسف أن الضربة التي تلقتها الجزائر في 1992 أدت ببعض الشبيبة ولسنا ندري إلى تحطيم مشرب من المشربين، وتأسف الكثير من رؤساء مدارس دراسة الآثار القديمة لما حصل لهذا الأثر العظيم في تيبازا. وبالتالي هذا يدفع بنا إلى التساؤل عما إذا لم تكن هناك نيات مبيتة عن زج الجزائريين بتصور أن الحضارة في الجزائر حضارة إسلامية، وبالتالي ما سبق الإسلام يجب أن يجب، ونحن نرى الجزائريون يجبون ما قبل الإسلام. من يلقوا آثار تاريخي يهدموها. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما كانت هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم نتمس الديار عاد لأنها كانت أثر لوجود الآن في منطقة جرش، لكن والله لم تهدموا الديار عاد. وهنا نجي في الجزائر الحجر قلعوها. اللي تغسل في آريس في بلدنا يعتبر من أقدم ثاني ضريح في الدنيا مازال قائم، نصلوه تمصار. المقام تاع الكاهنة سرق ونصب مؤخرا في تل أبيب. من سرقه؟ الجزائريون. ما جاش
صهيوني سرقوا، جزائريون سرقوه ويعرفون أهداف سرقته وأقيم هناك. إذا هذه الهوية اللي تضرب في العمق تؤدي بالجزائر الآن إلى أن يلعن أرضه، يلعن أجداده، يتصور بأن هذه الأرض بور، وبالتالي أنا أتصور بدون أن أرسم صفحة سوداء بأن المدرسة الجزائرية قد فشلت ذريعا جدا في أن تبني في الجزائر من خلال نظامها التعليمي جزائر يفتخر بهويته التاريخية ويسعى إلى لم متفرق. ولهذا الذي حصل آنذاك هو هذه القطيعة. ثم بعد ذلك بعدما انتهى السي محمدي من خدمته واش يديروا لنا؟ جابوا لنا لجنة الثمار الفرنسية في 1964 وأنشأت نظاما غريب المصرفي حتى دولة. داروا لنا نظام فرنكوفوني، فلان يقرا بينات، داروا لنا نظام عربي وداروا لنا التعليم الأصلي. خلقوا لنا مشكل مروع في عوض باش يكون نظام واحد يشد هذه المكونات. وزارة الشؤون الدينية قالوا ديروا التعليم الأصلي، وهذا كان أمر خطير آنذاك. أنشأ ما نعانيه الآن من وجود هذه العلمانية المتطرفة في الجزائر. ما كاش واحد سب الرسول صلى الله عليه وسلم وطيح له بأفشع الكلمات إلا جزائري، علمه من علمه وجاهله من جاهله. كتبوا في كتاب، الكتاب موجود في الجزائر ومسؤول عنده قيمة في الجزائر. سب الرسول ما خلالوش. قبل سلمان رشدي لما عرف جزائري يشتم الرسول بأفحش الكلمات جاب الرواية تاعه وعرضها في الجنات فاكولتي. كنا طلاب جامعيين وحضرنا في قاعة مادي وقاعد في المنصة وجاب الرواية وسماها أطفال منتصف الليل Midnight Children. الجماعة اللي جابوه وحضروا معاه سلمان رشدي الرواية والله ما تبعج رسول الله. احنا هذا رسول الله بدنا نبعجوه فقط، اعطي له اسم نزلزلوه. قولوا لي انا ما نعرفش الهندي واللغه الهنديه ماشي قويه كما اللغه العربيه. قالوا له نعاونوك وحنا فينا اللي يعرفوا فارسيه. عائشه سميها فراشته، كتب فراشته على عائشه رضي الله تعالى عنها. اهل هذه البلد يا جماعه نظام التعليم هذا اللي خرجهم. الثانيه قالوا سميه ايات شيطانيه وباركوا فعلته وقال له يا بني الآن اذهب وانشر الرواية، فانتشرت الرواية في العالم. إذا نستحي أمام الرسول صلى الله عليه وسلم لما يبدر مثل هذه السلوكات من جزائر تجاه هذا النبي الكريم. إذا نشعر بأن هذه العلمانية المتطرفة هي يوجد في نصابها الآن جزء مهم جدا في هذا النظام التعليمي. وما دام أنها علمانية متطرفة هي بالضرورة تتناقض وتتعارض تاريخيا مع المكونات التاريخية للنظام التعليمي الجزائري الذي يجب أن يستعاد. مهما تكون الأمور يجب أن يستعاد ويؤسس من جديد. فالفترة التي عاشت الجزائر تحت قمع السلطات الفرنسية أصدرت فيها السلطات الفرنسية مراسيم لا تعد ولا تحصى فيما يتعلق بإعادة هيكلة نظام التعليم في الجزائر. وهناك كتاب موجود حتى الآن من مصادر وزارة التربية في فرنسا يسموه l'histoire des institutions pédagogiques. كتبوه يقولوا له فرانك بولياني وكان فرنسي يخدم هنا في الجزائر والله تقدر تدخل بأدق التفاصيل لو أن تلك البرامج نفذت في أمة أخرى غير الأمة الجزائر لذوبوها في الأمة الفرنسية ولن يبقى لها أثر. ولهذا احنا نشوف الآن أن هذه المكونات التاريخية تثار لها شكوك تدريجية. أقول من الشكوك التدريجية منذ شهرين طبعا الشروط تقول لك باللي الشيخ بن باديس كان يضرب في مجالس الغناء الأندلسي. عرفتينا بشي خاطئ وتشوفوا توصلوا الكلام اللي نهضر فيه. البارح في التلفازة مهرجان كبير في قسنطينة تاع المالوس احتفال بن باديس كأنه كان مغني تاع مالوس يشوهوا في صورته كما يشوهوا صورة الأمير عبد القادر الجزائري. لما نمشي للمرحلة الثالثة اللي تجي أبري بأن ابن باديس تعلم الفن على يهود قسنطينة. لأن الآن نشوفوا في قنوات القناة الفضائية السي اش 33 اللي تبث منها الطائفة اليهودية إلى الجزائر، هذه القناة عم يروجوا فيها ما الآن يشربونا في لاكولول بالعقل. أعطيهم بالدفعة أشرب واستنى حتى في يوم من الأيام وش يدير الأمر يوم العلم. شنو يوم العلم هذا؟ صاحبه كان تاع غنى تاع ملابس كقطع عند اليهود. وش يخلق لي انايا؟ حب يقول لا كلاسيفيكاسيون تاعي تدبدب في مخي وروني شكون الصحيح اللي نتبعهم. كاع شوهوهن كاع شوه ما خلاوهناش.
حتى يا جماعة المدارس الصوفية في الجزائر خلونا نكرهوها بدون سبب ولا؟ وهما كانوا من أهم المدارس التي دافعت على العقيدة الإسلامية وحمت هذا الوطن حماية كبيرة جدا، ورموزهم والله لا يذكرون بخير إلى يومنا هذا، وعلى أقل تقدير إذا ذكروا لعنوا ولا؟ احنا لما نتكلموا على مدارس تلمسان الصوفية إبراهيم الطيار كان من الذين حموا الجزائر من مذهب الحلولية الذي حاول ابن برقان وابن قصي وابن العريف إدخالها إلى الجزائر. لماذا الآن نسينا نهائيا إبراهيم الطيار؟ النظام التعليمي لا يتكلم عليه، لا بحث جامعي، لا إعلام، لا حتى لا نقول بأن الأمور تأتي هكذا ولا؟ أنا ربي في الكاوس تقول الجماعة عندي والله يا جماعة أنا حاجة دوختني رمضان تاع العام اللي فات. أنا لأنني دوريجين مانيش من الميديا، لو كان هذا التواش دخلك لازم نديرها راضي وأنت تدخل في راسك. تمشي في التلفزيون تاعنا توقيت الإفطار في رمضان، كل ولاية كي توصلوا لها توقيت رمضان يعطوا لها رمز. كي نوصلوا للمدية ديالنا الشنوبة البيعة اليهودية، صورة البيعة اليهودية تاع الميديا. احنا نقعد في داري كل هذا مع الناس اللي يكونوا نقول يا جماعه شوفوا هذا الامر المحير، هذه غلطه. انسان عاقل عطاه ربي العقل ما يغلطش غلطه قد هذه. كي توصل المديه ساعه الافطار يديروا لنا البيعه اليهوديه. لغز خطير، انا نرجو ونخاف العرب يزيد عليه. اذا كان نظام تعليمي يخرج لي اطارات في الدوله ما يعرفش يفرق بين صوره مسجد وصوره بيعه ورانا رايحين بها ولا؟ امر خطير جدا. ولذا لما الى نسال نفكر مالك بن نبي مسكين كان في الحلقات الدراسيه اللي دايرها يلزم من يلتحق به ان يدرس العهد القديم. قولوا يا اخي لا ما تقدرش تقرا معايا العهد القديم، ما يستاهلش تقرا معايا لا القران الكريم لا تاريخ القران الكريم، لان تفاصيل الوقوف على المعارف التاريخيه تقتضي منا اقامه قوه القران الكريم بمعرفه ما في العهد القديم، وخاصة أن العهد القديم وبالضبط ما جاء في أعمال الرسل وفي سفر أستير وفي سفر أشعياء إيزايي متعلقة تعليقا كبير جدا بهذه الهجمات التي يراد من خلالها التطوير على القرآن الكريم، ومن ذلك ما جرت به المدرسة الفرنسية في الجزائر. نزيد نجيب مشكل آخر. غادي نمشي في بعض السنوات وتجي واحد المشكلة تاريخية أيضا كشفت مشكل المدارس في الجزائر، وهي تلك المتعلقة بين نظامين مدرسيين اثنين. ممكن تجمع عليه قراءة بالفرنسوية راح نشوف واحد المشكل. كل ما نذكره أمام بعض الناس المثقفين والمفكرين تقول له محمد بن رحال المدرومي حباب تسجل الأسنان يا حبابك خلينا حنا شيخو نتركوا علاش ما نهضروش عليه بورجوازي تقول بورجوازي. هل ممنوع على إنسان جزائري ثري أن يقود حركة تعليمية؟ نحن نعرف في تاريخ المدرسة العلمية والفقهية في الجزائر، والشيخ الأخضر ربما أعرفه مني في ذلك حينما تذكر سيرة الشيخ عبد الرحمن القينعي سيعرفون بأنه كان من أثرياء مدينة بليد، عنده المال يسيل ويدير، ولكن المال اللي كان عنده كان كله يخلص به العلماء والفقهاء، طبعا المخطوطات وينفق على الطلبه اللي جميع طالب يجي عنده يعطي له دراهم اكثر من البورصه. وكان عنده ابناء واوقاف في مدينه الجزائر. لما كبر في السن كانت عنده طفل وطفله محمود وعائشه. مات له محمود بقات له عائشه. مشى مدينه الجزائر جاب القاضي الحنفي والقاضي المالكي وقال نكتب لكم الوصيه الان. بنتي نعطي لها حقها وان شاء الله يجيها بها مكتوبه وتتزوج وتروح تستبيد، وكل المال تاعي اللي بقى فوق وتعطيه لبنتي عائشه كله وقف في سبيل الله ينفق فقط على طلبه العلم وعلى المعلمين. ومات في 1868. في ذيك الساعه باش نكتبوا نذكروا التاريخ كما هو، دائما قلنا اول من حاز الدكتوراه في الجزائر عبد الفقار تاع وطن لابي فيكار، يقول اول من حاز الدكتوراه. البعض يقول لك بن شنب تاع مدينه. اول من حاز الدكتوراه هو طبيب مدينه شرشاد، ويقول له محمد بن العرباي. محمد بن العرباي كان في فرنسا وكان صديق لفيكتور هيغو، ولذلك لما نشوفوا روايه فيكتور هيغو نلقاوها مشبعه بالثقافه العربيه، دخلها له في راسه محمد بن العرباي. للان ما نلقاوش طلبه في صوت محمد بن العرباي. كان فيكتور هيغو يحوس عليه، وكان من حبه للإسلام العربية ما يختارش الشاش في راسه،
والسروال اللوبيا تاعنا وهذيك الصدريه تاعنا ويلتزم باللباس الاسلامي والعصا في يده في باريس في راسو ربون والله ما يتخلى عليها. اول من حاز الدكتوراه لما شاف بان الشيخ عبد الرحمن القنعي قام بهذا السلوك مباشره قال والله ربي اعطاني علم وانا اول جزائري حاز الدكتوراه في الطب والله نداوي الجزائريين كاع باطل حياته كاع والجزائريين نداوي فيهم باطل مات طفى. وهذا نعتبره من انفسنا تقصير خطير. ولذا نقول بعض الان يتصل لك ما تجيبش محمد بن رحال. يا جماعه محمد بن رحال كان يدير بورس دو ليون، كان مدير بورصة مدينة ليون، كان عنده هو أصلا من ندروما، عنده ممتلكات كبيرة. بصح التاريخ يشهد بأن محمد بن رحال كانت لديه الجرأة والشجاعة أن أقام نظام تعليمي، والله غير أسس ان سيستيم دونسينيومون سماه نظام الجالية في 1928. كان من أقوى الأنظمة اللي دارها حتى كان يتعلق بنظام المحظورات. يسموه احنا اليوم نظام التعليم التحضيري، والله دار حتى نظام المحظورات وداروا حتى نظام المستوى النهائي، وكان يعاون الطلاب الجزائريين يمشيو من فرنسا يقراوا. كيف نقول هذا بورجوازي؟ الهدف ليس لانه بورجوازي، الهدف اننا كلما طرحنا مساله العوده الى الهويه التاريخيه لاستعاده الركائز الاولى التي مهدت بها الحركه التعليميه، كلما وضعوا بيننا وبيننا حواجز وموانع حتى نبقى هكذا نضير ابنائنا واحفادنا في هذا الوضع السلبي والذي انجب لنا شباب تائه. اكو تشوفوا في الجامعه سيكسيون فيها 300 طالب يدخلوا 5 يقراوا، الباقي قاعد يتجولوا. اذا ما معنى هذا؟ وجود مؤسسه تعليميه بدون وجود تلك الحماسه التي تجعل الانسان يبذل وقته ليل نهار يصل الى هذه النهايه الدقيقه. ولذا لما نقول نجد في ألمانيا اهتماما كبيرا بتاريخ النظام التعليمي في الجزائر ونجد من الجزائريين من لا يعطي لذلك اعتبارا، هذا يدفع بنا إلى التساؤل فيما إذا كانت الأمم ترى في تاريخنا من الجدارة والقوة ما ينفع الأمم الإنسانية، ونرى نحن عكس نظرة الآخرين لواقعنا على أن ما يكتبون فيه ويصلون ويجون كله خاطئ وليس له أي قوة ولا أي تأثير. هذا وسأكتفي بما أشار إليه الزميل. أنا أتمنى فقط أنني حاولت أن أحيط بالعناصر الأساسية التي تجعل النظام التعليمي في الجزائر يعاني ولا يتاح له أمر إنجاب علماء جزائريين كالشيخ يحيى بن معطي الزواوي اللي راح لمسجد الأزهر وعلم المصريين اللغة العربية السليمة وعاونهم باش تخلوا عن اللغة النوبية، لأننا نتجاهلوه طاحوا علينا المصريين بالسب وما خلاوناش. وفي مصر تروحوا القبروا مور جامع الأزهر زكارة فينا ولا صف علانة يحيى بن معطي المصري. ما تستاهلوش، كان يقول ما تستاهلوش انتوما، علاش نديروا له الجزائري؟ يحيى بن معطي المصري ما تذكروش هو من مواليد الناصرية ولاية بومرداس. هذا أمر مؤسف للغاية. وبالتالي ما دمنا هكذا في الصورة أنا أتصور بأن المأساة مستمرة، وبأن الحديث عن نظام تعليمي جزائري هكذا استمر تاريخيا إلى يومنا هذا سيعاني الانكسارات والإحباطات ما دام أن القائمون عليه أو المتعاملون معه يصرون على أن يعودوا إلى هذه الجذور التي عاد إليها آخرون من غير ديننا ومن غير جلدتنا ومن غير أصولنا. شكرا. شكرا للأستاذ الدكتور سعيد عيادي على المحاضرة القيمة حيث قمت بتنظيم رحلة بأعماق التاريخ. شكرا لك. إذن الآن نفتح المجال للحضور لمناقشة وإثارة الموضوع، ويكون ذلك على النحو التالي: أولا التدخل المباشر عن طريق الميكروفون اللاسلكي على أن لا يتجاوز وقت كل مداخلة دقائق احتراما للوقت ولترك المجال لمداخلات أخرى. وتجدر الإشارة بأن أي تدخل لا يعبر إلا عن وجهة نظر صاحبه فقط. الإجابة كذلك على بعض الأسئلة المكتوبة بشرط أن تكون لها علاقة بموضوع المحاضرة والمجال مفتوح للمناقشة. أنا أيضا أعبرت عن وجهة نظري
كلامي يعبر عن وجهة نظري. أنا لا أمثل مؤسسة ولا هيئة ولا اتجاه، عبرت عن وجهة نظري، ولكن وجهة نظر إنسان يعيش في الجزائر. أعطيكم نكتة. كتب أحد المفكرين المصريين أنيس منصور، يمكن تقرأوا الكتاب في كتاب سماه ديانات أخرى. قال يحكي الصينيون، يعني أهل الصين يحكوا الصينيون عن نكتة حدث في تاريخ الصين. في العائلة العاشرة من عائلات الإمبراطورية التي قادت الصين حكمهم إمبراطور يقول له الإمبراطور تشونغ، جمع 3000 حكيم. 3000 حكيم أقوى تضحكم على الآخر. جمع 3000 حكيم صيني وقال لهم يا جماعة وضع الصين لا يريحني، وعدم إراحة وضع الصين لي ها هي أسبابه وتفاصيله. أذكر كي كمل قال والآن سأنتظر من حكمائي أن يعطونني ما عندهم من مواقف ومن تصورات ما قلته أنا. بقى الجميع صامتا، فنادى بحرسه الخاص قال لهم خذهم إلى الساحة وعدمهم أمامي. هناك سؤال وردني، يقول السائل لم يحدثنا الدكتور عن حالة التعليم قبيل الاستعمار والشبه الأمية في الجزائر آخره. لا ما كانتش أمية ولا شبه أمية، والله يعني أو خوض كبير. إن شاء الله إذا تحت الفرصة أنا اللي خدمت في إطار تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، كتاب فيها 400 صفحة، المدارس العلمية والمعرفية في الجزائر ودورها في الحضارة الإسلامية، بمعنى السؤال فيها 400 صفحة. في الجزائر ما كانتش أمية، المدارس في الجزائر كانت تطهر. الآن نعطيكم مثال شوية بعيدة على المدينة يمكن اللي مشاو يعرفوا. في ولاية الميلاد توجد واحد المدينة جبلية يقولوا لها تسادان. كي نروحوا لتسادان سنجد فيها بقايا آثار أكبر مدرسة لعبت دور كبير في العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر الميلادي، يقال لها مدرسة ملار. سيدي عبد السلام المشيش قرا فيها، أصحاب اللي قراوا الرسالة المشيشية، سيدي عبد السلام المشيشي ابن المغرب قرا فيها. أبي مدين الخوض دافيتي لمسان قرا فيها. ابن قنفذ وما أدراك ابن قنفذ يسموه القسنطيني مش القسنطيني، ابن قرية تسادان، والله يسموه ابن قنفذ التساداني، صاحب المؤلفات الضخمة الفارسية. شكون يعرف الفارسية؟ كل العالم الآن كمركز دراسات عندهم أطاب للفارسية. كتب هذا السيدي بن قنفذ القسنطيني، عنده الوفيات، عنده تاريخ الدولة المرينية، تاريخ الدولة الحفصية، تاريخ الزيانيين، كتب ما شاء الله. ونقول لكم باش ما نجرحش المخاطر تاعكم كثير، والله اللي طبع المخطوطات وحققها ونشرها سيتا مامو وكتبوه مليح، يقولوا له أدولف فور. أدولف فور هو من أنقذ التراث هذا العبقري الكبير، وبالتالي هذه المدارس كان مستوى علمي رفيع جدا. وكانت صورتهم يا جماعة أحد كبار علماء الأصول في إشبيلية. شكون ما يعرف سيدي عبد الحق الإشبيلي؟ قاضي من كبار القضاة وأحد العلماء الكبار في علم الأصول. جاء إلى مدينة بجاية فاستوطنها وبنى مسجدا فيها، ذاك الذي يسمى إلى الآن مسجد سيدي عبد الحق، وضرحه خلف المسجد. ابن البيطار أو في الجاية مدفون، ابن حمديس. إذن دولة بهذا المستوى تتضمن وفاة علماء كبار. هذا ما حبيتش نخوض أنايا في الهوية الجزائرية ما قبل الفترة الإسلامية، وبالتالي ما قبل الدخول الاستعماري. كانت الجزائر تشهد قوة كبيرة جدا في الحركة التعليمية، في الحركة العلمية والحركة التأليفية.
وما خروج الجزائريين وانتشارهم في مدارس شتى إلا بسبب وجود مدارس قوية عندها قواعد تعليمية قوية جدا. لما نروح لتاريخ إيران، في إيران تصير أحد كبار مستشاري البلاط الإسباني من مسكر مبارك بن دار، أحد كبار الأنثروبولوجي في القرون الوسطى من ورقلة أبو يوسف الورقلاني يتكلم بلغات عجيبة. الآن تروح للسوربون والله للآن من ضمن المصادر المعتمدة في درس الأنثروبولوجي دي موين اج الكتاب اسمه الدليل والبرهان، كتبه أبو يوسف الورقلاني. ما كيشوف الجزائر، ما كان اللي يهضر عليه ولا اللي يشريه. أنا أقول أنا الفرضي اللي نبديها أننا في الجزائر تعرفوا تخبي، واللي يعرفوا يتخبون تخاف أكثر من اللي ما يعرفوش، خاطر يعرف ويخبي. وراسهم قال لك اللي يعرف حقيقه ويخبيها يلجم، وهذا الناس على بالهم واش قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويخبوا الحقيقه باش يخلوا الامه في هذا الوضع المروع. وبالتالي انا اقول مره اخرى ان الجزائر قبل الدخول الفرنسي كانت من اروع ما يكون، المديه فيها مدارس، مليانه فيها مدارس، مدينه الجزائر فيها وين تمشي مدارس مشايخ. واقول اكثر وجود تأليف. والجزائر في 1905 شهدت مؤتمر عالمي للمستشرقين، مؤتمر 14، والذي جاء خصيصا للاطلاع على ما تتوفر فيه خزائن الجزائر من مؤلفات ومخطوطات نادرة، وبعضها سرق وحول. جماعة يروحوا لإسبانيا والله العظيم في 2010 داروا معرض قعد 6 شهور خصيصا فقط للمخطوطات الجزائرية. والله سيري مراحل محسوب ليس دور الدور الآخر. 6 شهور اسبانيا فتحته في فالنسيا. والله واحد مرة مشينا للتلفزيون في حصة فضاء الجمعة مع نساء ميغاري نعيطوا اسمك عربي يا جماعة اللي قادر يروح اسبانيا صوفي والجيري بيرسون. جانا رجع الصادة يوم 30 جوان بيرسون، بمعنى ان الجزائر من تتعطر. إذن السؤال الثاني كذلك يقول السائل: ما هو دور الكتاتيب في المحافظة على البعد العربي الإسلامي في الحقبة الاستعمارية؟ سؤال آخر يقول: لماذا حطمت فرنسا المدارس بالرغم أنها لم تكن هناك تكنولوجيا حتى تخاف منها؟ الخوف ليس من التكنولوجيا، الخوف من المعرفة. الذي يمتلك المعرفة يمكن أن يطوع الأوضاع. وانتم يا جماعة كان الأمور أيضا مخفية أن الأمير عبد القادر كان يمتلك تكنولوجيا عسكرية متطورة للغاية، ودليل ذلك مستعمليا للأسلحة، والذي وصل إلى أن يصنع ما يسمى بالكالونجيون، يعني القاذفات المنجنيق. هذا يدل على وجود خبراء جزائريين يمتلكوا التكنولوجيا العسكرية عن طريق مؤسسات دراسية متخصصة. وهذا لأن مهما تكون يعني ذكرنا هذه المدرسة أو غيرها، يجب أن نشكل مسألة أخرى، وهو أن المدرسة التعليمية في الجزائر أنجبت عباقرة في الطب، وعلى رأسهم محمد، إن شاء الله ما يكونش هذا أمر راح نقوله ماشي معروف، محمد بن عبد الرحمن الديسي. محمد بن عبد الرحمن الديسي عنده كتاب القصد في الفصل، والله لن نقسم والله غير كتبه آنذاك وهداه إلى مؤسسة باستور في فرنسا باش يوري لهم نظام الفاكسيناسيون. محمد بن عبد الرحمن الديسي ابن قرية الديستا بوسعادة محسوب مشى في نظام تعليمي وما جاب والو. ونقول الحمد لله أن المخطوطة موجودة، واللي يحب يقراها واللي يحب يقرا لي زانوطاسيون اللي دار الترجمة الفرنسي يقول لك كتبه خصيصا القصد في الفصل، أنا نروح نفصله، وهداها إلى معهد باستور باش يوري لهم أهمية الفاكسيناسيون. إذا الفرنسيين خداو في تعرف بالتلقيح عن أحد شيوخ الجزائر. إذا هذا النظام التعليمي خلق أفكار في التكنولوجيا الميديكال. إذا هذا يدل على أن هذه الأنظمة كانت قوية جدا. فالنظام الفلكي يا جماعة وجد جزائريون كبار. الآن لما نمشي إلى إسبانيا ونروح للمساعة الفلكية في إسبانيا، الشخص رقم 1 في كبار علماء إسبانيا في الفلك، اسمعوا مليح اسموه، أبو عبد الله إسماعيل بن محمد الميتيجي، المولود في بليده، لأنه الأصل تاع المدينة بتيجا. الآن تروح بليدك بضم الطرف والله واحد ما يسمع به كاع، الجامعة ما مسميش على اسمه، طلبة الفلك والله ما يقراو النظريات تاعو. إذا كاين واحد الخلل في المخ تاع الجزائريين،
انا ما نروحش النظريه تاع اوريكولون لما يقول لك الجزائري تميز بالابتيتيود كونجينيتال، الجزائري مخلوقين على الخلق ربي ناقصين في مخهم. نظريه اوريكولون قلت تسمع على اوريكولون، بصح ما نروحوش نتسائلوا ما الذي يجعل هؤلاء الجزائريين قادرين على ان يحققوا القفزه ولكنهم لا يخطون اي خطوه لتحقيق هذه القفزه. وقس على ذلك كثير. المشروع النووي الان في تركيا شكون يتقودوا؟ مرة من وراء يمين مرمر. وعلاش ما يعيش في الجزائر؟ باسكو ما صابتش روحها كما نشوف الدارجه، ما صابتش روحها تقول لك انا نروح لتركيا ونخدم في تركيا. الان هي رئيسه، اسمعوني مليح، رئيسه المشروع ماشي بعيده، رئيسه المشروع النووي في تركيا. وقيس على النظائر تاع الالاف. هذه علاش مش في الجزائر هنا تخدم في بلادها وتصنع هذه الاباء البال باش تخلي الجزائر تعود كما كان لو سونتر دو لا سيفيليزاسيون. ولهذا فرنسا لما اختارونا ماشي على جال الاراضي الزراعيه والمروحه والحكايات هذه، يعني اختارونا بعد دراسه قويه جدا وتاكدوا تاكد كامل بان هذه الارض تنتج المعرفه، وبالتالي ضربونا في الرمز وهو المدرسه. اما نرجع الى الكتاتيب نعطوا معلومه اخرى ايضا. اول من فرض علينا الكتاتيب وفرض علينا الحزاب في المسجد المرحوم الغالي عبد المؤمن بن علي الكوميتي المساني، فرض على جنوب اوروبا وعلى شمال افريقيا نظام الكتاتيب ونظام الحزاب. جاو الفاهمين تاع الجزائريين قد ما تلقاوش الحزاب، ولات الناس حافظه كاع الاغاني تاع الراي والفاتحه ما يحفظوهاش. هاي النتيجه اللي وصلنا لها. يعني الاجتهادات الخاطئه ما تقراوش القران واستمعوا الراي. هم كاع الناس حافظين الراي وفي الملعب حافظين التلاوه، ملي يدخل في الملعب 90 دقيقه الحنجره تاعو ما تحركوش، يجيب 1000 غنيه و1000 شتيمه وكل تقولوا قرا الفاتحه والله ما يعرف. هاي النتيجه، بمعنى اننا وضعنا شبيبتنا امام الخواء لاننا قصرنا عن الاجتهاد في الفقه. هل نتصور بان عالما ربانيا امتلك ناصيه الفقه والعقيده والسلوك كعبد المؤمن بن علي اخطا لما فرض علينا الحزاب وفرض علينا الكتاتيب؟ على الأقل هو رجل عظيم صنع للأمة الإسلامية مجدا ويفتخر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنه وحد أوروبا، جنوب أوروبا وشمال إفريقيا تحت دولة واحدة تسير تحت كلمة رجل واحد وعلى نظام واحد. وفي عهده أنجبت ما أنجبت الجزائر من العلماء الفطاحل الذين لا زالت بعض آثار بعضهم إلى الآن تدرس من ضمنهم الدر والعقيان. حنا ما نقراوش الجزائر كما قلت عندنا واحد المرض في راسنا نصاحبوا على المغرب حق ربي عليه آلاف الدراسات. أنا نعرف مغربي يقولوا الكلمة الوظيفي والله دا دكتوراه دولة، واسمه العنوان الكتاب تاعو دكتوراه دولة. فحرصت وتربدت المخطوطات الجزائرية في تركيا. العراق البارد يسير عليك مروكي يديرها تزيري ما يديرهاش. والرسالة الموجودة اللي يحبوا يروحوا في جامعة اسطنبول موجودة إلى الآن، واللي يحب يزيد يمر في قلبه أكثر روحوا الرواق السليمانية ودخلوا آلاف المخطوطات تاع علماء الجزائر على رأس الشيخ حمزة الفلكي تاع البويرة وآل المجدالي خاصة أبو عمر. والله نقسم ونعرف أبو عمر موسى بن عيسى المجدالي وليد مجدلة تاع البويرة اللي عاش حتى ما في الفرق عبادة المسام. والله أنا نقسم لا من أكبر منظري البيداغوجي إلى الآن مذكور في كل البلدان. أهنا أحكم من أقصى اليمين أقصى اليسار حتى في تلمسان. شكون هو أبو عمر المجدالي؟ والله ما نعرفه. ونقول لكم أقسم بالله العلي العظيم غير كانوا يجوا من مدينة فاس لما تلمسان كيسمعوا بها بطل بجاية غير يطلعوا عنده تمة، لأنه ابن الخراط ما حبش يهبط بقى في بجاية هو هبط لأنه السلاطين التلمسانيين ضربوه هبط. أقسم بالله غير علماء فاس يطلعوا عنده تمة. هنا راه من في وعلاش وبالتالي أنا أتصور ماشي بحال أننا نهرب مرة لأمريكا مرة لفرنسا كما قلنا البرد. كاين أهل البلد وجدادنا صنعوا ما عندناش صعوبة كاع باش ننجحوا نظام تعليمي ونقولوا نعاون. والله يخرج الفطاحلة كما كانوا يتخرجوا في الماضي. إن شاء الله ربي يعطينا رجال قلوبهم خيرة ويحبوا وطنهم وما يكرهوش وطنهم ويخدموا باش ما يلعبوش بمصير بلادهم. بلاد هذه عزيزة فطروا عليهم خربيها. هناك مداخلة لأحد الحضور، تفضل مشكورا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال: لماذا جميع الأمم، نقول معظم الأمم التي أبدعت بلغتها الأم
ونحن نرى في الجزائر نحن ندمر اللغة العربية ونتعلم بلغات أخرى وأخص بالذكر الفرنسية. شكرا. شكرا جزيلا. يجب أن نعود إلى نقطة الأساس. نحن في هذا الفضاء الجغرافي في شمال إفريقيا تمسكنا باللغة العربية، عضدناها واشتغلنا بها، ولكننا مقابل ذلك أثرنا في لغات أوروبية كبيرة جدا. وأنا أذكر على ضمن أمثلة ذلك أن إنغليش فون مارتوسان لما دخل إلى مدية في القرن السابع عشر الميلادي وكتب كتابه الشهير الرحلة إلى بلاد شمال إفريقيا، قال: والله أنا أحاف اللغة العربية إنها تحتكر اللغة الألمانية. ما الذي يجعل إنغليش فون مارتوسان يقول إن العربية تحتكر اللغة الألمانية؟ أنا أنتمي إلى النبي العربي، ومن ضمن المهام التي كلفني بها النبي العربي صلى الله عليه وسلم أن أخترق لغات الآخرين، أدرس لغتهم وأخترق واختراقهم. الآن ما كان حتى واحد يتجاسر في الجزائر نعيد دراسة اللغة العبرية. من الذي صنع اللغة العبرية المعاصرة؟ والله غير النحويون العرب، هم من صنعوا ليبر موديرن اللغة العبرية المعاصرة. ولذا الحساب باللغة العبرية حساب باللغة العربية. واحد يقول له واخد إيه يعني المصطلح الآن كله مصطلح يحب يقرأ كتاب تاع إيفاريست ليفي بروفينسال كيفاش عمل النحويون العرب على صناعة اللغة العبرية. هؤلاء عباقرة، وبالتالي لا يجب أن أتصور إلى المدى أنني يجب أبقى في دائرة اللغة، أؤلف اللغة العربية، أعضد اللغة العربية، أنصرها، ولكن مقابل ذلك عندي شيء في راسي اللغات. ولهذا إنغليش فون مارتوسان كي تدخل المدينة في القرن السابع عشر كي واحد يقول واحد أعطيني شوية خبز يقول له أعطيني شتك خبز. قال لما رجعت اللغة الألمانية وكان واحد من اللغة الألمانية كيقول زابي أعطيني مرصو خبز نقول له بيت جيبن زيمية أين شتك بغاط من فضلك أعطيني شتك بغاط. قال أنا في اللغة الألمانية كي بنيت الكلمة كما خارجها في العربية في الألمانية راح وقال ورجح فرضية أن العربية هي التي اخترقت اللغة الألمانية لأن أهلها يحملونها إلى اللغات الأخرى. ردوا بالكم التعليم الذي حملناه في الجزائر كان مسيرا في طريقة سلبية. أقرأ العربية وتخلى عن اللغات الأخرى. يا أخي نقرأ اللغة العربية وأتمكن من اللغات الأخرى وأحتكر واحتكار. روح في اللغة الألمانية المسك اسمه المسك. من الذي أدخل كلمة المسك في اللغة الألمانية؟ ولا تروح في الجامعات الألمانية تقرأ كاع ما تلقاش كلمة لا جيوغرافي، تلقى كلمة هيرتكوندا وهي الترجمة الأصلية لكلمة العرب للجغرافيا. حنا نتبعونا الجغرافيا ما نسميهاش جغرافيا، جغرافيا كلام أجنبي نسميها فن الأرض. كيف ترجموا فن الأرض باللغة الألمانية؟ هيرتكوندا أرض، هيرتكوندا بالألمانية الفن، فن الأرض. هذا الألماني الذكي ما يأخذش باللغة الجيوغرافي، كلمة الجيوغرافي مديها عندي أنا العربي، وأنا العربي نقول لا تكنولوجي لا تكتيك لا تكنيك. عمرنا اللغة العربية بالرطانة الفرنسية وما عمرناش الفرنسية والإنجليزية بلغتنا. كان واحد ألين بروست عنده يقول كتاب مساعد الجهل، قال والله راني أنا حير في اللغة الإنجليزية، كل ما نغوص قلنا اكتشف في داخله حكمة اللغة العربية. اللغة العربية فرفرت ودخلت اللغة الإنجليزية كما دخلوش ناس بالغين أقوياء. قال في اللغة الإنجليزية نقول to kill أقتل قتلتهم. في الإنجليزية عندنا فقط حنا قتل واغتال. هذا فراغ اللغة العربية، واللي كانوا حاملين فراغ اللغة العربية في مخر تطلعها في لغة واحدة أخرى. قال to kill باللغة الإنجليزية هي كلمة واحدة تساوي في اللغة العربية فعل غايل وليس فعل قتل. اغتال بمعنى دبر لك مكيدة وكنت في غفلة من أمريكا فانهان عليك ضربا بخنجر أو بآلة حادة فقتلك. يسميه العرب غايلة، ودخل اللغة الإنجليزية تكين الترجمة المباشرة لغاية. وبالتالي أنا المشكل بالنسبة إلي لا ندعو إلى التخلي إلى اللغة العربية والدخول في اللغة الأجنبية لأنها لغة الحضارة، هذا خطأ مطالعة غير مقبولة. أنا أستمسك باللغة العربية ثم بعد ذلك اخترق اللغات الأجنبية. لا نفعل ذلك للأسف الشديد. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يدير أن تست تونطري الحلقة تاعو كيجيو داخلين الطلبة قبل تقرأوا عندي أنا الإمام الشافعي أنا اللي ألفت رسالة الأم على بالنا وأنا صاحب الدواوين
نعم أيها الإمام، عندي سؤال واحد اللي جاوب يدخل يقال ما جاوبش يغادر مني يدير صبعه هكذا. الهلال الأبيض هذا اللي هنا يقول مسموه لي في اللغة العربية، اللي سميه لي يدخل يقال لي مسموش يقولوا على الباب. قال أنا ما قرأتش اللغة العربية، أنتم راكم مطالبين تدرسوا اللغة العربية وروحوا عندي قريكم اللغات الأخرى، اللي ما يعرفش العربية يروح يسلفنا منها. فاش كي يعني اللي عرفوا دخلهم، اللي ما عرفوش كي تلقى بهم خارج الحصة قال موش عليه نسامحكم يا ولادي ما عرفتوش هذه، بصح حتى مقدرش باش تعودوا تقراو كاع تفاصيل اللغه هذه، لان اللغه العربيه هذه ما كاش لغه مثيله كما هي في الدنيا، والمتحدث بها الان لو بارلي اراب اكطوالمون زوج ملايين كلمه. في اللغات الاجنبيه المخيره فيهم ما تفوتش 700,000، الغاليه الثانيه با بلوس دو 7000 مو. في العربيه زوج ملايين كلمه يا جماعه. من يمتلك اللغه العربيه بامكانه حصد اللغات العالميه الاخرى كلها. هاي الالمانيه تبان بلي صعبه، بصح كي تكون عندها القولة العربية والله ندخلوا اللغة الألمانية 6 شهور نحطوها في الجيب نعوذوا نلعبوا داخلها، لأن هما ما يقدروش يديروها معنا. وبالتالي كان يقول يا ولادي اللي قلتم هذه يسموها الراجل، ويقول فوق يخرج هنا قبل ما نقطعوا بين مقصصة الضبط هذا كنسموه البرجم، وهذا الهلال الأبيض يسموها الراجل. هذا إمام كما هذا شو تقول لك عنده الإمام الشافعي عنده كتاب الشماريخ، حب يقول هذيك النبته تاع الشجره ولا الكرمه كي بدات تخرج لنا في ذاك النبته تاعها باش تبدا تخرج لنا الورقه تاعها الشمروخ، هذا وجد اسمه بمعنى الشخص عنده قاموس ماشي تاع زوج بلايين، قاموس قوي جدا. ولهذا تلقى البلاغيين العرب يتلاعبون باللغات الاخرى. ما ينقصنا اذا الان هو اننا لا نمتلك نصيه اللغه العربيه، نحن الان نمتلك تعابير للغه متداوله ماهيش عربيه صافيه، خاصة الجامعيين الآن إذا نطق كل ما بالعربية 15 بالكلمات الأجنبية المعربة، وهذه ما تدلش على أننا أمام لغة عربية قوية. أكثر من ذلك أننا كي نمشي للبحث الجامعي نلقى مشكل كبير جدا لما نقرأ اللغة العربية تاع العلماء تاعنا اللي كتبوا في القرن 13 و 14. الدور والعقيان كي تشدوا حق ربي العظيم كأنك تقرأ في لغة أجنبية. الدور المكنونة كون ما تكونش عارف اللغة تاع القرن الرابع عشر تاع الشيخ المازوني واحد ما يقدر يقرأ، هذا واش يدل على أننا افتقدنا نصية اللغة العربية التي كانوا يمتلكونها. ولهذا الأمير عبد القادر الجزائري كي يقرأوا كتاب المواقف، وللأسف ما يتقرأ كي يقرأوا كتاب المواقف الأمير عبد القادر نفهم حينئذ بسهولة كبيرة جدا وعلاش يتقن اللغة الإسبانية بسهولة كبيرة جدا، لأنه تلك اللغة لتعطي مفاتيح اختراق اختراق بنية اللغة الأجنبية. إذن أنا أتصور في المستوى اللي نوصله الآن في الجزائر يجب أن نفكر بحدة نحو القول ما نتسألوش أبدا بحماية اللغة العربية، لأن هذا نقطة ضعف عندنا. نقولوا يجب أن ننتقل الآن من اللغة العربية التي هي اللغة الأصيلة ونحوسها في كل جوانبها لنبدأ باختراق اللغات الأخرى. عبد الرحمن الثعالبي واش خلاه يمشي للغة العبرية ويقري بها، وهما كبار الأحبار اليهود موسى بن أحزديد يعتبروه لي غران رابان جويف في التاريخ تاع اليهودية. كان يقول السيدي عبد الرحمن والله ما منعوه يائيل ولد مخلوف في 1908 والله غير كان يقرأ عند سيدي محمد السفينجة في البيان ويقرأ له باللغة تاعو. سيدي محمد السفينجة يقول انتم لعنكم الله نقرأ لغة الذين لعنهم الله، لا لأنه كان يرى بأنه إنسان رسالة رباني من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين ينتمون إلى سلالة النبي صلى الله عليه وسلم واجبهم تبليغ الإسلام إلى الآخرين، وحتى تبلغ الإسلام ولغة الإسلام، وبالتالي امتلك لغة الإسلام ثم امتلك لغة الآخرين. أقرأ كتاب البيروني، هذا روحوش بزاف البيروني حق الله هي اللغات الآسيوية حصدها، وأقرأ كتاب تاعو فكرني الآثار الباقية لا مبذولة أو مقبولة. عنده كتاب دقيق فيه مجلدات تحقيق ما للهند من مقبولة في العقل أو مرذولة. والله غير تقراه الداخل السنسكريتية جايبة، الفارسية جايبة، التركية جايبة، كاع تفاصيل اللغة في الكتاب يكون كأنه قاموس لغة. وهو في خضم كتابه يعيدهم إلى نقطة المركز أن هوياتكم اللغوية والتاريخية في العودة إلى الإسلام وفي لغة الإسلام. لذا قال مقبولة في العقل أو مرذولة. تحبوا ترجعوها بالقالب
قرينا الثقافات تاعكم. ولهذا البيروني في هذا الكتاب احنا للاسف كنقراو ونتعلموا بان الدين رائع جدا. كي نقراو كتاب واش يدير لكم من ضمن الاشياء اللي خلات الهنود والمجوس يدخلوا في الاسلام بدون ضربه السيف. احنا قلنا كاع الرسول صلى الله عليه وسلم وين راح يضرب بالسيف. وباش نعطيكم بالمناسبه بنديكتوس السادس عشر رئيس الفاتيكان يوم 24/25 نظم على مستوى العالم. احنا في نوم نهضوا في نوم عجيب في مستوى العالم. سماه ملتقيت مع بارفي دي جانتل. في البارفي دي جانتل اعاد وصمم القول بان محمد ذباح. احنا اللي خليناه يقول هذا الكلام عليه هذا بنديكتوس، واعاد الصوره من جديد. لما نرجع البيروني باش نشوفوا البيروني وبنديكتوس السادس عشر. البيروني يعيد الى النقطه الاساس ويقول من ضمن الاسباب التي تركت الهنود يدخلون على الاسلام بقوه صوره الغراب. الغراب في الديانه المانوسا ماتري، ديانه الهنود الاصليه المانوسا ماتري، الغراب رمز الحكمه. قال فلما دخلهم الاسلام وقرأوا حكايه الغراب مع هابيل وقابيل دخلوا كلهم في الاسلام وقالوا هذا هو الكتاب المنتظر. شوف لأنه الذين بلغوا كانوا دي زونتروبولوج دي بسيكولوج دي سوسيولوج يعرفوا ثقافة الشعوب. كي يدخلوا تكتب للهندي قالوا واش تقدس الغراب وعلاش قدس الغراب؟ لأنه رمز الحكمة. أروح يا أخي يروح قرأ في القرآن لقاو بأنه هابيل وقابيل حال بهم سبل الدنيا حتى جاهم الغراب فدخلوا الزرافات إلى الإسلام. هو اللي خصنا احنا في يومنا هذا. لو كان تجي الناس تقول لهم يا جماعه قراو سبيريتيزم، استغفر الله يا اخي، استحضار الجان واستحضار كذا لا يجوز شرعا. يا اخي لتختلف انظمه الاخرين يجب ان تدرس ما بين ايديهم من علوم. سبيريتيزم يا جماعه باش ما نطولش بزاف، رائده الاكبر المنظم الخطير تاعو يقول له باراميديسي سي كان ايطاليان. كي جاي يكتبوا الشيخ سيدي اللي خبر بالك يعرف كي جاي يكتبوا راح الكتاب تاع سيدي محمد بن علي السنوسي ما عادش نقراو الوسنان، راح قراو الكتاب الوسنان جا حتى المستغانم وراح اللي يقرا على التلاميذ تاعو وترجموا ودخلوا اللغه العربيه اللغه الايطاليه وعاود جا كتاب الوسنان تاع الشيخ السنوسي تاعنا المستغانمي ماهوش تلمساني وطبعوا في الايطالي والان ولا رقم واحد في سبيريتيزم باراميديسي. كي تقرا في الاستوار تاع سبيريتيزم وباراميديسي تلقاهم كلهم قد صبوا من مصدر اسلامي ثم انكروا مصادرهم. ذنبه من ذنبي انا. خاش الشباب ما تقراش اللغه الايطاليه ما تقراش اللغه الايطاليه. وممكن نزيد لها الكلام ذو شجر. الان اكثر وحده مرة ايطاليه ما فيش 45 سنه اكثر ايطاليه اهتماما بتاريخ الجزائر، لغه الجزائر، تفاصيل الجزائر، علوم الجزائر، وترجمت 40 كتاب عربي صادر في الجزائر يقولوا لها كاميرا دافليتو. الشيء اللي خلاها دير هذا لانها انتبهت تاريخيا بان اللقب تاعها عنده ايلوله الى قبيله فليته بضواحي الجاجه. غير قرات فليته وعرفت مجاجه قدم الله يقسم غير حياتي اللي عطاها لي ربي غير كاع ترجمت من العربيه الى الايطاليه. علاش ما بقاش عربي يدير الشيء هذا؟ علاش ما كاش عربي يترجم للايطاليين هذا الشيء؟ تجي شابه من ايطاليا تترجم من الميراث تاعنا للايطاليين ونقول لا نقول ربنا عفا كفانا شر تعلم لغه الاخرين فليتعلمهم لغتنا ويترجموا منها. هذه كارثه بما اننا لا نمتلك اي تصور رسالي. من يمتلك الاسلام يا جماعه ما يرقد لا ليل لا نهار، يعرف ثقافه الشعوب، عقائد الشعوب، تفاصيل الشعوب، نفسيات الشعوب، وثنيات الشعوب، حتى يصل في نهايه المطاف الى معرفه الحقيقه. احنا في الجزائر والله قسمتهم كاين الوثنيه في الجزائر. مره مع عيسى الميقاري في فضاء الجمعه تقول لي لا تسمحوا لي نقول كلمه في التلفزه يسمعوا الجزائريين. قالوا واش تحب تقول؟ قلت لهم كاين عباد زحل في الجزائر. قال لي والله يا اخوان ما على بالي. قلت له كاين عباد زحل وثنيين. قال لي كيفاه؟ قلت له كيقسموا يقولوا يا دين الزح ولا يقولوا يا الزح. هذا تاريخيا كنت تعرف كانوا من عباد زحل. وقلت لعل هناك قلب يستمع باش يوم القيامه ماشي يقولوا يا ربي ما على بالناش. اقول على عارف انت عارف لان جزءا من في تاريخ كنتم تعبدون زحل وما زلتم الى ان تتبررون به. ما نكفوا عن هذه الكلمه. ما لم يكفوا الناس عنها اذا هناك وثنيه. نبني فينا وندير بنو انا وثني. نبني فينا وندير فرقه الهندي انا وثني. لان اللي نروح الحضاره البقريه في ازجر نصيب من ضمن الالهه التي عبدوها القرص.
عاد القرص روحوا دوك الأصل مانيش نجيب الجديد في أرقام عباد قاعدين على كيبهم وبالحيوان تاعهم على كيبهم يعبدوا في القرص بس اللي ترد العلم ما تردش العلم ده هو ثاني ما يقول أنا يقول لا إله إلا الله يوم القيامة لا يعتد بالشهادة تاعك لأنك في طبعك وثاني تبني فيها لا تدير روضة قولوا يا رب سبحانه وتعالى جيب الدعاء الشرعي جيب ما أوصل به النبي صلى الله عليه وسلم جيب الأذكار الصباح والمساء لا مش وصل النبي صلى الله عليه وسلم لا هذيك الدائرة هذيك هذا ما نحكوش على نحو الشمس ونحو الشمس والله لا يسموها الوثنية الآرامية المسلمون والله يا جماعة والله غير الوثنية الآرامية موجودة الآن هذه العجوزة اللي يدير في الدار واللي تطمن السنة وتخاطب بالشمس تقول لك ما على باليش هكذا في الوثنية والطفل يجي يشحك نديرو بتاع البوذيين هنايا ما كي تكون في الدار إذا غير يشحك ما يحبس تجيب له قطعة قماش حمراء ولا تجيب له منطقة حمراء وتحطوا له هاي في البوذيين تقول لك أنا ما على باليش إذا نحتاج إلى التغييرات الثقافية لما نكونوا حريصين وعارفين بكل التفاصيل والله لا العظيم أنا نقسم بالله الأمة العالمية تعود تجي إلى هذه الأمة تبحث في مصادرها عن الأشياء التي توجه بها أخلاقها سلوكاتها علومها وما إلى ذلك لكن للأسف هذا ينقصنا نظرا لضيق الوقت نعتذر للسادة الحضور على عدم الإجابة على أسئلتهم. أنا على كل حال قد أعد الجماعة هو كان الموضوع يمشي في اتجاهات شتى إذا كان الأمر يتعلق مثلا بمدارس الجزائر في القرن 9 لازم نتكلموا في مدارس الجزائر في القرن 9 أهم علماء الجزائر في القرن 11 اللي مشاو لسوريا علاش لمصر علاش اللي راحوا لفلسطين علاش محمد بن يلسد علاش خلى تلمسان والآن في تلمساء في سوريا يعتبر من أقطاب علماء سوريا علاش محمد الهاشمي الآن كل ما نطق السعيد حوة في أي مجمع هم يا جماعة إذا تسمحوا لي قبل ما نبدأ الحديث تاعي خلوني نترحم على شيخي الجليل وصاحب النعمة عليه في هذا الفضل الذي أعجب الدنيا الشيخ محمد الهاشمي التلمساني يعني هم يذكرون علمائنا بخير طمس اللي خلانا احنا كجزائريين عايشين هذا الفوضى الكبير ما عارفينش احنا شكون وعلى ما شنا عايشين واش من المذهب التبعو واش من عقيدة لك بينا واش من مذهب سلوكي لك بينا الصوفية حرام ماشي حرام فلان نقبلوه ابن تيمية ما نقبلوش القرضاوي نسبوه ولا ما نسبوش هذا في واحد الخروطة اللي ما عندها حتى اساسات بمعنى يجب ان انتظم في المكونات التاريخية ولا اضيع اي وقت في الالتفات في هذا اشتمه او لا اشتمه هذا ابغضه او احبه عندي مباليزي روحي هذا في الدنيا عندي حضور جيد من جيره لا التفت لا يمين ولا يسار لان الالتفات يمين ويسار مضيعه للوقت والمسلم الذي يريد ان يرضى عنه الله سبحانه وتعالى ويقبله النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ويحبه وذلك الذي يبذل وقته وجهده في ان ينشر ولو مره في حياته اسلام في أمة الكارم كان واحد انجليزي ادم ميكس كان يقرا الجغرافيا في جامعه لندن طب العشيه بين العشيه والظهر ولا يقرا الاسلاميات الاسلامولوجي سوا ادم ميكس مش بيه يطلع الجغرافيا ولا يقرا في الاسلامولوجي قال انا اختصاصي في الجغرافيا عندي جغرافيه الاديان ما كاينش دين في العالم ينتشر ب 84 كيلومتر مربع في السنه الى الاسلام قال هذا الامر ماهوش بشري شوفوا والله ما أسلمنا هذا الأمر ماهوش بشري العقل الإنساني ما يقدرش يفككه قال لأن التجمعات الإنسانية يصعب اختراقها بهذا اليسر في سنة أنت تحتقق 84 متر مربع بساكنتها وتغيرون الأفكار تاعهم المذاهب تاعهم والعقائد تاعهم وتردم على دين التوحيد والله ما أمر سهل ما لا ربي اللي كرمه يخدم أمة الكريم والله يروح فرحان يوم القيامة إن شاء الله نموتوا مسلمين ونعم ربي فنقولوا يا ربي الحمد لله خلقنا مسلمين وبلغنا الإسلام وعلمنا الإسلام الناس واحد أخرى ما يعرفوش بصح بلغتهم لازم يقرأوا لغتهم سيروا ما نشرحين فيهم. في نهاية هذه الجلسة وكما هو معتاد هذا جمعية القلم نطلب من الشيخ الأخضر الزاوي الصعود إلى المنصة لتقديم هدية لضيفنا وأستاذنا الكريم سعيد عيادي لمشاركته في إحياء هذه المناسبة معنا. تفضل الشيخ.
الله.